بيبدأ الأنمي في عصر قديم مش متحدد تاريخه مع طفل اسمه سون جوكو. جوكو كان عايش لوحده وسط جبال بعيد عن المدينة، وما كانش يعرف أي حاجة عن الحياة ولا كان يعرف أي حاجة كمان عن البشر اللي حواليه. ووسط الجبال دي كان بيتدرب كل يوم وبقى قوي، ولأنه عنده ديل في جسده كان بيستخدمه عشان يجمع بيه أكل، زي مثلا إنه بينزله في المية عشان يبقى طعمه وبيصطاد بيه سمك. بس في يوم في عربية جت خبطته وهو راجع لبيته بسمكة، وكان فيها واحدة اسمها بولما. ولأن جوكو ما يعرفش أي حاجة عن البشر افتكر إن بولما دي وحش، ومسك عربيتها ورماها ودمرها. فبولما ضربته بمسدس بس ما ماتش، وقالت له بعد كده ما تخافش أنا بشرية بنت. فقال لها أنا عمري ما شفت بشر غير جدي. وبولما كانت واقفة مستغربة من الدل اللي في جسده، وجوكو سألها هو إيه الوحش ده؟ فقالت له ده مش وحش، دي عربية. فجوكو قال لها جدي قبل ما يموت حكالي عن العربيات، انت اكيد مش من هنا، اكيد انت من المدينة، تعالي معايا هاكلك. وبولما راحت معاه، بس كانت شايلة جهاز اسمه رادار التنين، وقالت اكيد الكرة اللي بدور عليها موجودة مع الولد ده. وفعلا لما دخلت بيته لقت كورة، وقالت دي كرة التنين. فجوكو قال لها سيبيها، دي جدي سابها لي قبل ما يموت، دي اخر حاجة بتفكرني بيه. فبولما قالت له انا معايا 2 من كرات التنين، جرب حط كورتك معاهم كده. فجوكو حطها ولقى ال3 بيتوهجوا مع بعض. وبولما قالت له الكرات دي مهمة جدا. وفي نفس الوقت ده كان في امبراطور كسلان اسمه بيلاف بيدور على كرات التنين هو كمان، ولقى واحدة منهم. فالمساعدة بتاعته اللي اسمها مايا قالت له الواحدة دي مش هتفيد في حاجة، في 7 كرات تنين متفرقين حول العالم، ولازم تجمع ال7 عشان التنين يظهر لك ويحقق لك أي أمنية تتمناها. فبيلاف قال لازم أجمع ال7 كرات عشان التنين يظهر ويخليني أسيطر على العالم. وبولما هي كمان شرحت لجوكو قصة كرات التنين ال7، وقالت له كل كرة بيكون عليها عدد نجوم معين، والعدد ده بيرمز لترتيبها. يعني مثلا كرتك عليها 4 نجوم، وده معناه إن ترتيبها الرابعة في ال7 كرات. وبولما ضحكت على جوكو عشان يحرسها لأنه قوي، وقالت له ايه رأيك تساعدني ونجمع باقي الكرات ال7 مع بعض؟ احنا معانا 3 وفاضل لنا 4، وهنعرف مكانهم برادار التنين ده جهاز انا صنعته عشان اعرف بيه مكان الكرات. وخرجت علبة فيها كبسولات، وقالت له الكبسولات دي اسمها هوي بوي، والكبسولات دي بتتحول لأي شيء احنا عايزينه. ورمت بولما كبسولة واتحولت لموتوسيكل، وخدوا الموتوسيكل ومشيوا. بس في طريقهم في وحش على شكل ديناصور وقفهم وخطف بولما وطار. وجوكو لانه ساذج ما كانش يعرف انه المفروض ينقذها لحد ما قالت له انقذني. فخد الموتوسيكل ومشي بسرعة لحد ما طار بيه، وخرج عصايته ومددها وضرب بيها الوحش وانقذ بولما. وكملوا بعد كده والشمس كانت بتغرب، فبولما استخدمت كبسولة من كبسولات هوي بوي، والكبسولة اتحولت لبيت. ودخلوا البيت، وجوكو كان متفاجئ وهو شايف المصابيح في البيت، واتفاجئ اكتر لما شاف التلفزيون لانه ما كانش شاف الحاجات دي قبل كده. بس بولما كانت لسه مستغربة من ديله. وخرج جوكو بعد كده يدور على اكل، وبيلاف كان لسه بيدور على الكرات بعد ما وصل لكرة واحدة منهم بس. ومساعدينه ماي وشو كانوا عنده وقالوا له في وادي مرعب اسمه ريوجا داني، بنعتقد ان في كرات هناك. فبيلاف قال لهم خدوا الطيارة وروحوا دوروا. وفعلا عملوا كده، وهم في الطريق جوكو شافهم، وكان فاكر الطيارة اللي هم راكبينها دي طائر ممكن ياكلوا. ولما هبطوا راح لهم عشان ياخد الطيارة، بس طلع عليهم كلهم ذئاب. فماي وشو هربوا بالطيارة، وجوكو قعد يضرب في الذئاب ومدد عصايته وراح ضرب الطيارة بتاعت ماي وشو ووقعهم. بس لما لمسها عرف انها مش حاجة يقدر ياكلها، فسابهم وخد ذئب ورجع بيه وشواه وكله. وقعد مع بولما بعد كده وقال لها انه ما يعرفش ابوه وامه، وانه كان عايش مع جده اللي اسمه سون جوهان. وجده لقاه وسط الجبال وهو رضيع. ونام جوكو هو وبولما، وصحيوا تاني يوم ولقوا سلحفاة عند البيت، وقالت لهم انها عايزة تروح المحيط وتايهة. فجوكو شالها عشان يوديها للمحيط هو وبولما. وفي طريقهم طلع عليهم كائن على شكل دب وهجم عليهم. فجوكو قعد يتفادى سيفه، وبعد كده ضربه ووقعه. وكملوا لحد ما وصلوا السلحفاة للمحيط، وقالت لهم ما تمشوش انا هجيب لكم هدية. ورجعت ماي وشو في الوقت ده لبيلاف، وقالوا له ما لقيناش حاجة في وادي ريوجا داني. فقال لهم انا جالي معلومة
دلوقتي ان في كرة تنين مع واحد لقبه حكيم البحار، يلا نروح له. فماي استغربت ان بيلاف هيروح معاهم لانه غبي وكسلان، وركبوا الطيارة بعد كده عشان يروحوا لحكيم البحار. ورجعت السلحفة لجوكو وبولما، وكان معاها حكيم البحار وقال لجوكو انا صاحب السلحفة دي، انا اسمي روشي ولقبي حكيم البحار، وهديك هدية عشان وصلت السلحفة لهنا. واستدعى سحابة اسمها الكينتون وقال لجوكو دي تقدر تركبها وتطير بيها لأي مكان، بس خلي بالك الكينتون ما بتشيلش غير الأشخاص الطيبين. وطلع روشي عليها بس ما شالتهوش ووقع، فطلع جوكو عليها وشالته وقعد يطير بيها. وبولما لما بصت لروشي لقت معاه كرة تنين، فقالت له انا ساعدت السلحفة، ممكن اخد منك الكرة دي؟ فوافق. وجوكو وبولما بقى معاهم 4 كرات، ورجعوا عند البيت وبولما حولته الكبسولة تاني عشان يكملوا تدوير على باقي الكرات. وقبل ما يمشوا بولما حاولت تركب الكينتون بس ما شالتهاش، فمشيت جنب جوكو بالموتوسيكل. وشوية ورجع روشي لبيته لقى بيلاف ومساعدينه عنده وبيدوروا على الكرة اللي معاه، فقال لهم انا لسه مديها لولد وبنته ومشيوا من شوية. فبيلاف ومساعدينه خدوا طيارتهم عشان يلحقوا بولما وجوكو، بس الطيارة ما كانتش عايزة تطير ووقعت بيهم في المحيط وما قدروش يوصلوا. وجوكو وبولما كانوا بيتتبعوا رادار التنين عشان يوصلوا للكرة ال5، وعرفوا من الرادار انها في قرية، فراحوا القرية دي ولقوها فاضية. وجوكو كسر باب بيت فهجم عليه راجل بفاس، بس الفاس هو اللي اتكسر من صلابة راس جوكو. والراجل قال له انا اسف يا اولونج، فجوكو قال له انا مش اولونج، مين اولونج ده اصلا؟ فالراجل قال له ده وحش مرعب هنا في القرية، بيقدر يتحول ويغير شكله وبيخطف بناتنا. وشوية وجم كل سكان القرية، فبولما قالت لهم احنا هنخلصكم من اولونج ده بشرط تدونا كرة زي دي. فجت واحدة اسمها باوزو وقالت لها انا معايا الكرة اهي، لو خلصتونا منه هنديها لكم. فبولما لبست جوكو لبس بنت عشان اولونج يجي يخطفه، وقالت له لما اولونج يجي عشان يخطفك روح معاه، ولما تعرف مخبأه فين اقضي عليه، انت قوي وتقدر تعمل كده. وشوية وجه اولونج لجوكو وكان عايز يخطفه، بس لما عرف انه مش بنت غضب وتحول لطور، وفجأة هرب واستخبى وظهر بشكله الحقيقي اللي كان على شكل خنزير، وقال انا بقدر احول شكلي لمدة 5 دقايق بس، وبعد ال5 دقايق ما بتخلص لازم استنى دقيقة عشان اقدر اتحول تاني. وجري جوكو وراه بس لما شافه معرفش ان ده اولونج، وبعد الدقيقة ما خلصت اولونج اتحول تاني. وقال لجوكو انت شكلك قوي تعرف تكسر الطوب ده، فجوكو كسره بصباع واحد. فاولونج خاف وتحول لخفاش وهرب، فجوكو راح وراه بالكنتون. ولما خلصت ال5 دقايق رجع اولونج لشكله الطبيعي ووقع، فجوكو مسكه وخلاه يعتذر لأهل القرية، وراحوا لبيته عشان يجيبوا البنات اللي هو خاطفهم. فلاهم هناك مبسوطين عند اولونج لانه معيشهم احسن من عيشتهم العادية. وبعد اللي حصل ده باوزو وفت بوعدها وادت لبولما الكورة، وبقى معاها هي وجوكو 5 كرات وفاضل لهم 2. وبولما قررت تاخد اولونج معاهم لانه هيفيدهم بتحوله. وكملوا بكبسولة بولما حولتها القارب وتتبعوا رادار التنين، وكانوا رايحين لجبل اسمه فرايبان. فاولونج قال لهم جبل فرايبان ده عنده امبراطور الوحوش اللي اسمه جيوماو، وجيوماو ده قوي جدا. فبولما ادته قطعة حلويات وقالت له ما تخافش. بس اول ما وصلوا حقيبة الكبسولات بتاعت بولما ضاعت، وقالت هنكمل الطريق ازاي من غير الكبسولات. وأولونج كان خايف يروح جبل فرايبان وحاول يهرب، فبولما قالت له انا اديتك قطعة حلويات لما كنا في القارب، القطعة دي هتسبب لك اسهال كل ما اقول كلمة بي بي، عشان كده اوعى تفكر تهرب. فاولونج سمع كلامها وتحول بعد كده الموتوسيكل، بس ما كانش قوي كفاية عشان يمشوا بيه، فمشيوا على رجلهم لحد ما تعبوا وبولما نامت. وشوية وجالهم واحد اسمه ياموتشا وكان معاه مساعده اللي كان على شكل قطه اسمه بوارا. وياموتشا قال لهم انا قطع طريق، هاتوا الفلوس والكبسولات اللي معاكوا. وبوارا كان يعرف اولونج لانه كان بيقدر يتحول زيه، وقال لياموتشا اولونج ده كان بيضربني زمان. فاولونج استخبى وقال لجوكو قاتل ياموتشا ده. فجوكو قال له بس هو مش شرير عشان اقاتله، وهجم ياموتشا عليه. فجوكو قعد يتفادى سيفه ومدد عصايته وضربه. وياموتشا قام وقال له هو انت مين اللي اداك العصايه دي؟ فجوكو قال له جدي هو اللي ادهاني، هو كان اسمه سون
سون جوهان. فموتش قال له انا عارفه، ده كان احسن واحد بيصنع معدات قتالية، بس انا مش هتسهل معاك. وهجم ياموتشا بتقنية اسمها روجا فوفوكين وقعد يضرب في جوكو وبعده. فجوكو قام وقال له انا عندي اسلوب اسمه حجر ورقة مقص، واستخدم جوكو الاسلوب وضربه بالحجر، بعد كده بالمقص، بعد كده بعده بالورقة. فموتشا قام وجري عليه، بس بولما صحيت وياموتشا لما شافها انسحب لان البنات نقطة ضعفه وبيخاف منهم. وأولونج وقف بعد كده وكان معاه كبسولة بيت متنقل مخبيها من جوكو وبولما، واضطر يطلعها وحولها وقعدوا التلاتة في البيت المتنقل. وبالليل ياموتشا وبوارا جم عند البيت وسمعوا جوكو وأولونج بيتكلموا عن كرات التنين. فياموتشا قال لبوارا لازم نسرق الكرات دي، وشوية وأولونج حط منوم في العصير لبولما وجوكو عشان يسرق منهم الكرات، وفعلا ناموا وراح عشان يسرقهم. فياموتشا دخل البيت هو وبوارا عشان يسرقوا الكرات هما كمان، وبوارا اتحول لشكل جوكو عشان ياخد بولما بره البيت وياموتشا ما يخافش. بس بولما كانت نايمة وأولونج افتكر ان بوارا جوكو الحقيقي فتحول لشكل بولما، وده عشان جوكو ما يعرفش انه كان بيسرق، وخرج من البيت مع بوارا وياموتشا راح يسرق الكرات. بس لا بولما لسه موجودة، فخد بوارا بعد كده وانسحبوا ومحدش عارف يسرق الكرات. والصبح جت ماي وشو وحطوا قنبلة في البيت المتنقل عشان يسرقوا الكرات، وشوية وجوكو اللي معاه اتحركوا بالبيت المتنقل عشان يروحوا لجبل فرايبان. فياموتشا جه وراهم وضرب عليهم قذيفة وبوظ البيت. فجوكو نزل وقال له انا امبارح كنت جعان ومعرفتش اقاتلك، وهجم جوكو عليه وضربه في وشه. فياموتشا انسحب لتالت مرة وقال لبوارا احنا لازم نسيبهم يلاقوا الكرات السبعة وبعد كده نبقى نسرقها منهم. ومشي جوكو واصحابه على رجلهم بعد البيت ما باظ، وجت ماي وشو عند البيت وافتكروا ان القنبلة بتاعتهم هي اللي بوظت البيت. ولما دخلوا يدوروا على الكرات في البيت القنبلة انفجرت فيهم. وكان لسه جوكو واصحابه في طريقهم لجبل فرايبان، وجالهم ياموتشا وقال لجوكو انا بعتذر على اللي انا عملته، خدوا كبسولة العربية دي وامشوا بيها للمكان اللي انتوا عايزين تروحوه. بس ياموتشا كان بيضحك عليهم لما اداهم العربية وكان مديها لهم عشان يراقبهم، وفعلا مشي وراهم. وبعد يومين جوكو واصحابه وصلوا عند جبل فرايبان ولقوا حواليه نار، وأولونج قال لهم ما تنسوش اني قلتلكوا ان موجود هنا امبراطور الوحوش جيوماو، وقلعته موجودة ورا النار دي، وما اعتقدش هتعرفوا تجيبوا الكرة السادسة من هنا. وياموتشا كان لسه بيراقبهم ولقى بنت بتجري من ديناصور وقتلته وكانت هتضرب ياموتشا. فياموتشا وقعها وقال لبوارا يلا نكمل مراقبتنا. وفي الوقت ده بدأ جوكو يحاول يطير بعيد عن النار بالكنتون، بس ديله اتحرق ووقع. وفجأة ظهر جيوماو ورا بولما وأولونج، فخافوا منه ورجع جوكو وهجم عليه، بس هجماته ما كانتش بتأثر. وجيوماو وقف وقال له هو انت جايب الكنتون والعصاية دول منين؟ فجوكو قال له من جدي جوهان ومن واحد اسمه روشي. فجيوماو قال مش معقول انا اعرف الاتنين، انا وجدك جوهان كنا تلاميذ روشي. انا عايز منك خدمة، روشي عنده مروحة بتطفي النار اسمها باشو، عايزك تروح بالكنتون تجيبها منه عشان اطفي النار دي. وكمان في طريقك هتلاقي بنتي اسمها تشيتشي، هاتها معاك لاني بعتها امبارح لروشي. فياموتشا لما شاف صورة تشيتشي عرف انها البنت اللي هجم عليها من شوية. وجوكو قال لجيوما وانا موافق بس تديني كورة زي دي لو عندك. فجيوما قال له انا عندي واحدة هديها لك، انا معرفش ايه فايدتها عشان كده مش هحتفظ بيها. وانطلق جوكو بعد كده ولقى تشيتشي واقعة في الطريق فخدها معاه، وقبل ما يمشوا تشيتشي شدته من ديله. فجوكو قال لها ما تشدنيش منه لان ديلي ده نقطة ضعفي. وطلعت معاه بعد كده على الكنتو، والكنتو شالتها لانها طيبة زي جوكو. ووصلوا عند روشي وتشيتشي هجمت عليه بجزء من الخوذة اللي هي لابساها عشان لما يتفاداها تعرف ان هو ده روشي. بس روشي ما تفاداهاش وتعور. فتشيتشي قالت له انت مش قوي يبقى انت مش روشي. فروشي طلع لها رخصته وقال لها انا موتن روشي حاكم البحار. وقال لجوكو انا عايز الكورة اللي اديتها لبولما وهديها اي حاجة تانية مكانها. فجوكو قال له ما اعتقدش بولما هترضى ترجعها لك، المهم احنا عايزين منك دلوقتي مروحة باشو عشان نطفي جبل فرايبان. فروشي قال له المروحة انا عملتها مزهرية من فترة، بس انا هاجي معاك واطفي النار بنفسي. وفعلا جاب سلحفاة طائرة اسمها جميرة وطار بيها وراح وراهم.
ورجعوا هما التلاتة بعد كده عند الجبل، وجيوما ورحب بروشي، وروشي قلع هدومه عشان يطفي الحريق وجسمه كان ضعيف، بس فجأة استجمع قوته وبقى مفتول العضلات، وكلهم اتفاجئوا واستخدم روشي تقنية من تقنياته اسمها كاميهاميها. وياموتشي قال روشي في التقنية دي بيجمع طاقته الداخلية كلها وبيطلعها مرة واحدة، وفعلا عمل كده وأخمد النيران، بس من قوة التقنية دمر القصر وجبل فرايبان اللي كانوا ورا النيران. فبولما هي وولونج راحوا يدوروا على الكورة برادار التنين في حطام القصر، وجوكو حاول يستخدم الكاميهاميها وضرب العربية اللي جم بيها ودمرها، بس ضربته كانت ضعيفة عن بتاعة روشي، وروشي اتفاجئ ان جوكو قدر يعمل كده. فجيوما وقال له ما تتفاجئش، ده حفيد جوهان. فروشي قال في دماغه وانا فاكر قبل كده ان جوهان قال لي انه لقى طفل وخده يربيه، وقال لجوكو ايه رايك تيجي تعيش معايا وادربك واخليك اقوى. فجوكو قال له بعد ما نلاقي السبع كرات هجيلك. وشويه وبولما لقت الكرة في الحطام وبقى معاهم 6 كرات وفاضل لهم كرة، وجيوما واداهم مركبة عشان يكملوا رحلتهم بيها وودعوهم ومشيوا. فياموتشا وبوارا استخدموا كبسولة مركبة هما كمان وخدوها وراحوا وراهم، وشوية ووصلوا مدينة ونزلت بولما اشترت كبسولات، بس كل اللي في المدينة كانوا خايفين منها، وهي ما كانتش فاهمة هما خايفين منها ليه، لحد ما راحت تشتري لبس وواحد هناك قال لها انت لابسة اذنين ارنب، وفي عصابة هنا اسمها عصابة الارنب بيلبسوا زيك كده، فالناس افتكرتك واحدة منهم. فبولما قلعت الاذنين ومشيت في المدينة عادي، بس ظهر 2 من عصابة الارنب وكانوا بيضربوا في سكان المدينة، وراحوا قالوا لبولما تعالي معانا ووجهوا اسلحتهم ليها. فجوكو راح هجم على الاول وضربه، وبعصايته ضرب التاني ووقعه، والاتنين اتصلوا بزعيمهم وقالوا له تعالى بسرعة. فالمدينة كلها استخبت عشان خايفين من زعيم عصابة الارنب، وشوية ووصل الزعيم وكان على شكل ارنب، وراح لمس بولما، ولما لمسها حولها لجزرة وخلى مساعدينه يضربوا جوكو. فياموتشا قال التقنية اللي الزعيم حول بيها بولما لجزرة دي اسمها اوساجي نينجينكا، والتقنية دي بتخليه لما يلمس اي حد يقدر يحوله لجزرة وياكله. احنا لازم نساعد جوكو وبولما. فبوارا اتحول لطائر وراح خطف بولما اللي بقت جزرة، وياموتشا ضرب مساعدين الزعيم، فالزعيم راح ورا بوارا لحد ما الجزرة وقعت منه وجري الزعيم عشان ياخدها. فجوكو وياموتشا جريوا هما كمان، وجوكو قدر ياخد الجزرة قبل الزعيم وضربه بعد كده بعصايته وقال له رجع بولما لطبيعتها يا اما هفضل اضرب فيك. فالزعيم رجع بولما، وجوكو خد الزعيم ومساعدينه ومدد عصايته قوي ووداهم القمر وسابهم هناك. ولما رجع المدينة كلها احتفلت بيه، وكملوا طريقهم بعد كده للكرة الأخيرة اللي كانت مع بيلاف. ولما قربوا يوصلوا ماي عرفت من رادار تنين هي صنعته انهم خلاص جايين، فلبست شو جسد آلي وبعتته ليهم، وشو ضربهم بصاروخ ودمر مركبتهم، وراح سرق منهم الشنطة اللي فيها الكبسولات والكرات وهرب، وساب الجسد الآلي وركب مع ماي طيارة. فجوكو راح وراه بالكنتون ولقى الجسد الآلي بس، ولأن جوكو ساذج افتكر ان الجسد الآلي ده هو اللي سرق الكرات، فقعد يكلمه وبعد كده وقعه، ورجع لبولما وقال لها انا قضيت عليه بس ما لقيتش معاك كرات. فبولما زعلت وقالت كده اللصوص دول بقى معاهم ال7 كرات، احنا خلاص خسرنا. فجوكو قال لها بس انا لسه معايا كورتي. فبولما فرحت وقالت كده معاهم 6 كرات بس، يلا نلحقهم بسرعة برادار التنين. فجاء موتشا بمركبته وخدهم وساعدهم، وده عشان يبقى يسرق منهم الكرات بعد ما يسترجعوها من بيلاف، بس برضه كان لسه خايف من بولما. وشوية ووصلوا لقلعة بيلاف، وجوكو فتح لهم الباب ودخلهم، وبيلاف كان بيراقبهم وكان مجهز لهم فخاخ كتير، وأول ما دخلوا خفافيش هجمت عليهم، ولما عدوا منها فجأة بدأت الصخور تطلع عليهم من كل مكان، وياموتشا وجوكو قعدوا يكسروها وينقذوا صحابهم، ولقوا بعد كده أسهم ومشيوا وراها، فوقعوا في فخ بيلاف واتحبسوا بين جدران. وبيلاف كلمهم من خلال شاشة وقال لهم الكرة الأخيرة فين، فمرضوش يقولوله، فرش عليهم غاز منوم وكلهم ناموا. وراحت ماي بقناع ولقت الكرة مع جوكو وخدتها وودتها لبيلاف، وبقى معاه ال7 كرات، بس ماي كانت نسيت الجدار اللي حابس جوكو اللي معاه مفتوح. فلما صحيوا خرجوا ولقوا بيلاف ومساعدينه ماشيين
التنين في القلعة، وكان لسه التنين ما ظهرش وبيلاف كان لسه ما حققش أمنيته، فجري وراهم وبيلاف دخل غرفته واتحكم في جدار وضربهم بيه، وبعد كده طلع كرة كبيرة عليهم وخلاها تطاردهم في القلعة كلها، وقعدوا يجروا منها في كل مكان لحد ما بيلاف حبسهم تاني بين جدران وقال لهم أنا هروح دلوقتي أستدعي التنين وأحقق أمنيتي، وأمنيتي هي إني أسيطر على العالم. ومشي بيلاف فياموتشا قال لجوكو اضرب الجدار ده بالكاميهاميها وكسره، فجوكو عمل كده وكسر حتة صغيرة من الجدار وعمل فتحة، وبوارا وولونج اتحولوا لخفافيش وطاروا من الفتحة عشان يروحوا لبيلاف ويسرقوا الكرات منه، بس ما لحقوش لأن بيلاف كان خلاص حط الكرات جنب بعض وقال اظهر يا تنين وحقق لي أمنيتي. فظهر التنين وظهوره كان مخيف وقال لبيلاف ايه أمنيتك، بس قبل بيلاف ما يتكلم وولونج جه بسرعة ومنعه انه يتكلم ويقول أمنيته للتنين، وولونج قال للتنين انا عايز سروال وهي دي أمنيتي، فالتنين جاب له سروال وقال له كده أمنيتك اتحققت، واختفى التنين بعد كده والكرات السبعة افترقت تاني في العالم، وجوكو هو بيتفرج ضرب الجدار تاني بالكاميهاميها وخرج هو وبولما وياموتشا، بس بيلاف كان متضايق جدا انه ملحقش يقول للتنين أمنيته وقال لمساعدينه اقتلوا لونج واللي معاه، فبدأ مساعدينه يطاردوهم بكلاب، وجوكو وياموتشا قعدوا يضربوا في الكلاب لحد ما بيلاف ومساعدينه مسكوهم وحبسوهم في غرفة، وياموتشا قال لازم نخرج من هنا ونجمع كرات التنين من الأول تاني، فبولما قالت له بعد ما التنين بيحقق أمنية الكرات بتتفرق في العالم، المشكلة إنها بعد ما بتتفرق بتبقى حجارة عادية وبتستغرق سنة أو أكتر عشان تتحول لكرات تنين تاني، يعني لازم نستنى سنة أو أكتر وشوية. وبيلاف كلمهم وقال لهم انتوا بوظتوا أمنيتي، الغرفة اللي انتوا فيها دي سقفها زجاجي والشمس هنا حارقة، الصبح لما الشمس تطلع أشعتها هتدخل من الزجاج وهتتحرقوا منها. فجوكو وياموتشا حاولوا يخرجوا من الغرفة بس ما عرفوش، وبوارا قال احنا خلاص هنموت، انا هبص للقمر لحد ما اموت، القمر النهاردة مكتمل. فجوكو قال لهم انا جدي قبل كده قبل ما يموت قال لي اني ما بصش للقمر المكتمل، بس انا ما كنتش فاهم هو قال لي كده ليه، لحد ما في يوم خالفت التعليمات وبصيت للقمر المكتمل وظهر وحش كبير ودهس جدي وقتله، فكلهم وقفوا مرعوبين وقالوا لجوكو طب انت فاكر شكل الوحش اللي دهس جدك ده؟ فجوكو قال لهم لا، وفعلا جوكو بص للقمر وفجأة اتحول لوحش على شكل غوريلا وكسر الغرفة اللي هم فيها وبدأ يدمر في القلعة كلها، فياموتشا شال كل اللي معاه وجري بيهم، وكان لسه عنده خوف من البنات ومش عارف يشيل بولما بس كمل بيها، وبعدها خوفه من البنات راح، وبيلاف ومساعدينه خدوا طيارة وخرجوا من القلعة، وماي قعدت تضرب في جوكو من الطيارة، وبعد كده ضربت عليه صاروخ والصاروخ وقعه بس قام تاني وحدف عليهم جزء من الحطام ووقع الطيارة، وجري بسرعة وراح مسك بولما وكان هياكلها، فبوارا قال لياموتشا جوكو نقطة ضعفه هي ديله، فياموتشا راح هجم على ديله بتقنيته روجا فوفوكين ومسك الديل، وبوارا اتحول لمقص وقطع الديل، وبدأ جوكو بعدها يرجع لطبيعته لحد ما وقع ونام، فبيلاف ومساعدينه هربوا، وتاني يوم صحي جوكو مش فاكر اي حاجة من اللي حصلت، وخد لبس من اولونج بس ما كانش عارف يتوازن بعد ما ديله اتقطع، وبولما قالت لهم ما حدش يقول له ان هو الوحش اللي قتل جده. وبعد اللي حصل بالليل وبعد ما ياموتشا انقذ بولما حبته وقالت لجوكو انا كنت عايزة كرات التنين عشان اتمنى من التنين اني اتجوز، انا خلاص هتجوز ياموتشا، احنا هنروح المدينة ونعيش مع بعض هناك، تيجي معانا؟ فجوكو قال لها لا انا هروح اتدرب مع روشي، والسنة الجاية هدور على كرات التنين تاني عشان ارجع الكورة اللي جدي اداهالي قبل ما يموت. واصحابه كانوا رايحين المدينة وفي طريقهم الطيارة بتاعتهم وقعت وكملوا على رجلهم لحد ما وصلوا، وجوكو في الوقت ده طار لبيته بالكنتون وخد حاجاته وراح لروشي ودخل عنده وكل كل اللي في التلاجة وقال له انا عايزك تدربني، فروشي قال له هدربك بس بشرط تروح تدور على بنتي وتجيبها لي، هي جميلة وقوية واكبر منك وخجولة بس بتغضب بسرعة. فجوكو انطلق عشان يدور عليها
وكل شوية كان بيرجع لروشي بواحدة وروشي يقوله لأ دي مش بنتي، لحد ما وصل مركب ونزل منه واحد اسمه كوريرين وعرف نفسه وقال لروشي أنا قطعت مسافة كبيرة وجيت لك عشان تدربني، خد الكتاب ده هدية مني. فجوكو قال لكوريرين هو انت اصلا عليه انت راسك عاملة زي كرة البولينج. فكوريرين اتضايق وقال له انا مقاتل لفنون قتالية اسمها البودو، واي مقاتل بودو لازم يبقى اصلع. وروشي قال لكوريرين روح مع جوكو دوروا على بنتي عشان ادربها. فكوريرين جه يطلع على الكنتو اون ووقع. فروشي قال له الكنتو اون ما بتشيلش غير الطيبين، انت مش طيب واكيد جاي لي ادربك لغرض غير شريف. فكوريرين قال له انا جاي هنا عشان ابقى اقوى من كل مقاتلين البودو، ارجوك دربني. فروشي قال له امسك في جوكو وخليه يشيلك واركب معاه الكنتو اون، ولو لقيته بنتي هدربكوا. وفعلا انطلقوا. وفي نفس الوقت ده كان في بنت خطيرة ومطلوبة من الشرطة اسمها رانش، كله كان بيدور عليها. ورانش كانت كل ما بتعطس شكلها وشخصيتها بيتغيروا، يعني لما بيكون شعرها ازرق بتبقى طبيعية وطيبة، بس لما بتعطس وشعرها بيتحول للاصفر بتبقى شريرة. ورانش كانت فحانة، وبعد ما عطست وبقت شريرة هجمت على كل اللي فيها ودمرتها، وخرجت بعد كده هجمت على قطر ماشي وسرقته. فالشرطة جري وراها وهي بتجري منهم وقعت، بس لما وقعت عطست تاني فرجعت طيبة ونسيت كل اللي هي عملته. وفي طريق جوكو كوريرين شافوا رانش وما كانوش يعرفوا انها مجرمة، فنزلوا وقفوا قدام الشرطة عشان يدافعوا عنها. وكوريرين استخبى وجوكو ضرب رجالة الشرطة وقال لكوريرين دي ممكن تبقى بنت روشي، وخدوها معاهم. وفعلا لما رجعوا روشي قال لهم هي دي بنتي، وقال لها انا ابوكي، امك خدتك زمان وانت صغيرة ومشيت عشان كده انت ما تعرفينيش. بس روشي كان بيضحك عليهم كلهم، ورانش دي ما كانتش بنته، وخلى جوكو وكوريرين يجيبوا له اي بنت على اساس انها بنته لانه مراهق وبيحب البنات. بس فجأة رانش عطست وشخصيتها اتغيرت وهجمت عليهم، وشوية وعطست تاني ورجعت طيبة وقالت لهم معلش انا لما بعطس شخصيتي بتتغير. فروشي حول البيت لكبسولة وخدهم بقارب لجزيرة عشان يتدربوا فيها، وحول الكبسولة تاني للبيت، وكلهم كانوا خايفين ان رانش تعطس. ودخلت رانش بعد كده تعمل اكل، وروشي قال لجوكو وكوريرين احنا هنبدأ تدريب دلوقتي، المسافة من الصخرة للشجرة دي 100 متر، عايز اشوف مين هيقطعها منكو اسرع من التاني. فكوريرين كان واثق في نفسه وجري الاول وقطع المسافة في 10 ثواني ونص، وجوكو جري بعده وقطعها في 8 ثواني ونص. وكوريرين اتفاجئ، بس لما روشي جري بعدهم قطعها في 5 ثواني ونص، فالاتنين اتفاجئوا. وروشي قال لجوكو انا عطشان روح جيب لي مياه غازية. فجوكو قال له يعني ايه مياه غازية؟ فروشي قال له انت ساذج، وعشان تنمي مهاراتك القتالية لازم تنمي مهاراتك العلمية الاول، انا عايزك انت وكوريرين تعدوا مستوى البشر. وشوية ومع غروب الشمس روشي مسك حجر ورسم عليه ورماه بعيد وقال لهم معاكوا 30 دقيقة عشان تلاقوا الحجر، اللي هيكسب منكم انتوا الاتنين هو اللي هياكل، واللي هيخسر مش هياكل، اما بقى لو انتوا الاتنين ما لقيتوهوش وخسرتوا فانتوا الاتنين مش هتاكلوا. فجريوا يدوروا ولقوا منحدر، فجوكو نط منه وبدأ يدور ويشم ريحة روشي عشان يلاقي الحجر. وكوريرين قال انا مش هدور، وجاب حجر تاني ورسم عليه وراح لروشي وقال له انا لقيت الحجر اهو. فروشي ضربه وقال له انت مخادع، ده مش خطي، روح دور على الحجر الاصلي. فرجع تاني عشان يدور وجوكو كان لقى الحجر. فكوريرين راح له وخده منه وجري، وجوكو جري وراه ودخلوا في قتال لحد ما كوريرين قال له انا استسلمت، وضحك عليه ورمى له حجر بعيد غير الحجر الاصلي، ورجع هو بالاصلي لروشي وكسب، وقعد ياكل وجوكو ماكلش. وتاني يوم كملوا تدريب، وروشي خدهم لمحل توزيع حليب وقال لهم احنا هناخد الحليب ده ونوزعه على رجلينا، المسافة اللي هنقطعها واحنا بنوزع هتبقى 2 كيلو متر، اول كيلو متر هناخده قفز وتاني كيلو هننوع فيه. وفعلا بدأوا يقفزوا ويوزعوا لحد ما خلصوا اول كيلو متر، وتاني كيلو متر بدأوا فيه يجروا بتعرج. وكوريرين كان تعب جدا بس كمل، وروشي خدهم بعد كده وطلعوا سلم طويل جدا عشان يكملوا توزيع الحليب. وبعد ما طلعوا قال لهم لو استمريتوا في تدريباتكم هخليكوا تشتركوا في بطولة تنكايتشي. فجوكو قال ايه تنكايتشي دي؟ فكوريرين قال له دي مسابقة فنون قتالية بتتعمل كل 5 سنين في المدينة الجنوبية، وبيشارك فيها أقوى المقاتلين.
المقاتلين. وكمل جوكو وكوريرين توزيع الحليب، وروشي مشاهم على رمال، وبعد كده دخلهم في شلال وشوية وخلاهم يجروا، ورجعوا بعد كده البيت مش قادرين من التعب. فروشي قال لهم انتوا هتقعدوا توزعوا الحليب ده كل يوم لمدة 8 شهور، وده هيبقى جزء من تدريبكم الصباحي بس. وفي نفس الوقت ده ياموتشا كان انضم لمدرسة فنون قتالية عشان يتدرب ويشارك في مسابقة تينكايتشي، وبولما وولونج وبوارا كانوا معاه وبيشجعوه. وكان لسه روشي بيدي لجوكو وكوريرين مجموعة من التدريبات، وشوية وروشي خلاهم يحرسوا الحقل اللي هم فيه بإيديهم، وراحوا يفطروا وقاموا بعد كده يكملوا تدريب. والتدريب اللي بعده كان تعلم اللغة اليابانية. ولما خلصوا اتغدوا وخدوا قيلولة، وشوية وصحيوا وخدهم روشي لعمال بناء عشان يساعدوهم ويتدربوا. وفعلا بدأوا يساعدوا في أعمال البناء وكانوا نشيطين جدا. وبعد ما خلصوا جوكو قال لروشي علمنا الفنون القتالية بقى. فروشي قال له لازم تبقوا أقوياء الأول عشان أعلمكوا الفنون القتالية، والتدريبات هي اللي هتخليكوا أقوياء وهتقدروا بعدها حتى تحركوا صخرة زي دي. وحرك روشي الصخرة وجوكو راح بعده يحاول يحركها. فروشي قال له مستحيل تقدر، بس جوكو حركها. فروشي اتفاجئ وقال له انا كان قصدي على الصخرة الكبيرة اللي هي دي. فجوكو راح لها ومعرفش يحركها. والتدريب اللي بعد كده كان عبارة عن سباحة. وروشي قال لهم خلي بالكوا عشان البحيرة دي فيها اسماك قرش، انا عايزكوا تروحوا للشط اللي قصادنا وترجعوا هنا تاني. وفعلا نزلوا البحيرة وقعدوا يهربوا من اسماك القرش لحد ما طلعوا. وروشي بعد كده ربطهم في شجرة وخلى نحل يهاجمهم وقال لهم حاولوا تتفادوه. وقعدوا يحاولوا بس النحل قرصهم، ومع غروب الشمس وقعوا من التعب. وروشي قال لهم كل يوم هتعملوا التدريبات دي، ومن بكرة هتلبسوا ظهر سلحفاة زي كده وهتتحركوا بيها. وعدت الأيام وجوكو وكوريرين كل يوم كانوا بيعملوا نفس التدريبات لحد ما عدى 7 شهور، وكان فاضل شهر واحد على بطولة تينكايتشي. وبقوا أقوى بكتير وقدروا يحركوا الصخرة الكبيرة. وروشي قال لهم أنا مش هعلمكم الفنون القتالية دلوقتي لأن تدريباتكم دي كانت بتقويكم وكان فيها جزء من الفنون القتالية وانتوا ما تعرفوش. وفي نفس الوقت ده ياموتشا هو كمان كان بيتدرب بعيد عن المدينة، وقعد يتدرب لمدة شهر وبقى أقوى. ولما رجع المدينة بولما جهزته لبطولة تينكايتشي وقررت إنها تحلق له شعره. وقبل البطولة بيوم جوكو وكوريرين قلعوا ظهر السلحفاة ولقوا نفسهم أخف وأسرع. ورانش جابت لهم بدل ولبسوها ومشيوا بعد كده مع روشي عشان يروحوا البطولة. وركبوا طيارة عشان يوصلوا للمدينة. وجوكو شاف المدينة لأول مرة. ولما وصلوا راحوا مقر البطولة وسجلوا نفسهم كمشاركين. وهم واقفين ياموتشا شاف جوكو وراح له، بس جوكو في الأول ما كانش عارفه بعد ما قص شعره. وشوية وجت بولما هي وبوارا وأولونج وسلموا على جوكو. وتاني يوم البطولة كانت هتبدأ، وروشي ادى لجوكو وكوريرين زي مقاتلين وقال لهم انتوا أول حاجة هتنافسوا في المرحلة التمهيدية، ولو كسبتوا هتتأهلوا للنهائيات اللي بيبقى فيها 8 مقاتلين بس والجمهور بيجي يتفرج. أنا واثق إنكم هتتأهلوا للنهائيات. ودخلوا بعد كده قاعة القتال، ورئيس البطولة قال للمشتركين انتوا 137 مشترك هتتوزعوا على 4 مجموعات وهتتقاتلوا وهتصفوا، والاتنين اللي هيفضلوا من كل مجموعة هم اللي هيتأهلوا للمرحلة النهائية. عشان كده المرحلة النهائية هيبقى فيها 8 مقاتلين بس وهتبقى بجمهور. والمواجهات هتبقى عبارة عن قتالات، كل قتال هيبقى بين 2 في حلبة. أي حد هيخرج برا الحلبة أو يستسلم هيبقى خسران، والقتال هيبقى لمدة دقيقة بس، ومش مسموح بالقتل أو الآلات الحادة. دلوقتي تقدروا تسحبوا ورقة عشان تعرفوا انتوا في أنهي مجموعة. وفعلا سحبوا. وجوكو وكوريرين كانوا في المجموعة التالتة بس كانوا بعاد عن بعض في القتالات، وياموتشا كان في المجموعة التانية. وبدأت المرحلة التمهيدية، وأول قتال في المجموعة التالتة اتحدد بين جوكو ومشترك ضخم. وجوكو اتحرك بسرعة وجه من وراه مرة واحدة ولمسوه وخرجوا بره الحلبة وكسب. فكله اتفاجئ ان المشترك الضخم ده وقع بلمسة واحدة بس من جوكو. ورجع جوكو وقال لكوريرين ما تستخدمش قوتك كلها لو خصمك مش قوي. بس وهم واقفين جه 2 رخموا على كوريرين، وواحد منهم قال له انت هتبقى المنافس بتاعي وههزمك. وكوريرين كان واقف خايف وقال لجوكو انا اعرف الاتنين دول كانوا زمايلي في مدرسة الفنون القتالية ودايما كانوا بيهنوني لانهم اقوى مني.
روشي أنا شكلي هخسر. فجوكو قال له ما تخافش احنا بقينا أقوياء بعد تدريبات روشي. وطلع كوريرين بعد كده الحلبة وكان لسه خايف وبدأ القتال، وزميله السابق هجم عليه وضربه، فنط كوريرين لفوق ونزل بسرعة وضربه وكسر بيه المكان وخرجه بره خالص وكسب القتال. وياموتشي هو كمان كسب قتاله بضربة واحدة، وفضل التلاتة يكسبوا قتالاتهم بسهولة وبضربة واحدة لحد ما تأهلوا للنهائيات. والتمانية اللي تأهلوا للنهائيات كانوا جوكو وكوريرين وياموتشا ووحش اسمه جيران، وواحد اسمه جاكي تشون، وواحد كمان اسمه نامو، وواحدة اسمها لانفانج، والأخير مشترك قذر جدا اسمه بكتيريان. وأول مواجهة اتحددت بين كوريرين وبكتيريان وكله كان بيتفرج، بس روشي ما كانش موجود، وكل الجمهور حطوا ايدهم على انفهم لانهم ما كانوش قادرين يستحملوا ريحة بكتيريان. وبدأ القتال وبكتيريان قعد يهجم بريحته القذرة لحد ما كوريرين داخ ووقع، بس قام تاني وبكتيريان مسكه وخنقه، فكوريرين بعد ايده وضربه ووقعه، وقام بكتيريان بعد كده ووقع كوريرين وقعد يضرب فيه، وكوريرين كان هيخسر. فجوكو نده عليه من بره وقال له انت ما عندكش انف في وجهك عشان تشم بيها الريحة، انت خايف من ريحته في عقلك مش اكتر، حاول تتغلب على الموضوع ده. فبكتيريان استغرب ان كوريرين ما عندوش انف في وجهه، وقام كوريرين بعد كده وكلام جوكو شجعه وراح ضرب بكتيريان برجله ووقعه وكسب القتال، واحتفل بعد كده مع جوكو. ومذيع التحديات قال ان اللي هيكسب البطولة هياخد 500 ألف، بس جوكو وكوريرين ما كانوش مهتمين وقعدوا يدوروا على روشي، ولان جوكو حست شمه قوية كان بيشم ريحته بس ملقوهوش برضه. وجهز جاكي تشون ولانفانج ونامو عشان مواجهتهم، ونامو قال في دماغه انا جيت هنا لان قريتي فقيرة وما فيهاش مية، ولازم اكسب البطولة دي واخد ال 500 ألف عشان اجيب لهم مية. وشوية ودخل جوكو ياكل مع الوحش جيران، فكوريرين كان مستغرب ان جوكو مش قلقان وبياكل قبل مواجهته. وهم قاعدين المذيع اعلن ان المواجهة التانية هتبقى بين ياموتشا وجاكي تشون، وبدأ القتال وياموتشا هجم هجمات كتيرة، بس جاكي تشون كان بيتفاداها بسهولة وهو واقف في مكانه. فياموتشا هجم بتقنيته روجا فوفوكين وبرضه جاكي تفاداها، وبعد كده هجم على ياموتشا هجمة واحدة وخرجه بره الحلبة وكسب القتال بسهولة. وياموتشا بعد ما خسر كان شاكك ان جاكي تشون ده هو روشي. والمواجهة التالتة كانت بين نامو ولانفانج، وجاكي تشون بص لنامو وحس انه مخبي حاجة فتخاطر معاه ذهنيا ودخل جوه عقله وعرف ان نامو عايز يكسب عشان يساعد قريته الفقيرة. وبدأ القتال ولانفانج ضربت نامو كذا ضربة بايديها ورجليها، ونامو كان هيخسر بس افتكر قريته فصد هجومها، وبعد كده راح هجم عليها فوقعت وقعدت تعيط، وكسب نامو القتال بسهولة. والمواجهة الأخيرة في الجولة الأولى من النهائيات كانت بين جوكو وجيران، بس فجأة الدنيا مطرت والقتال اتأجل لتاني يوم، فراحوا كلهم لكافيتيريا، وهناك زملاء كوريرين السابقين اتخانقوا مع جيران، وجيران ضربهم كلهم وكان هيقضي عليهم. فياموتشا جه هو وجوكو وقالوا له ما تعملش كده وهجموا عليه، بس جيران كان قوي وما عرفوش يضربوه. فجه جاكي تشون وقال لجيران وجوكو انتوا كده كده هتتواجهوا بكره فما تهدروش طاقتكم دلوقتي. فجيران انسحب، وياموتشا كان لسه شاكك ان جاكي تشون ده يبقى روشي. وتاني يوم جه ميعاد القتال وجوكو استعد وبدأ القتال. فجيران قال لجوكو تعالى بص على ايدي كده، ولما جوكو بص جيران ضربه ضربة قوية وكسر بالجدار وقال انا كده فزت، بس جوكو قام تاني وراح ضرب جيران في بطنه، وبعد كده مسكه من ديله ورماه. فجيران قبل ما يسقط بره الحلبة ويخسر استخدم اجنحته ورجع تاني وهجم على جوكو بعلكة اسمها جورو جورو وربطوا بيها وراح مسكه ورماه بعيد، وجوكو كان هيسقط بره الحلبة وهيخسر، بس قبل ما يسقط جاب الكنتون وركبها ورجع بيها وكان لسه مربوط. والمذيع قال ان رئيس البطولة اعلن ان لو جوكو استخدم الكنتون تاني هيبقى خسران، وده لان الكنتون مش مصرح بيها في البطولة دي، والحكام ما اقصوش جوكو لانه كان لسه ما يعرفش. فجيران استغل الفرصة وراح عشان يضرب جوكو ويخرجه بره الحلبة ويكسب، وجوكو كان بيحاول يفك نفسه وما كانش عارف، بس قبل الضربة الديل بتاع جوكو نما تاني، وجوكو اتحرك بيه ومسك في جيران وتفادى
الضربة، وبعد كده نزل وحاول تاني يفك العلكة لحد ما قدر يفكها وراح كسر الجدار. فجيران خاف منه واستسلم وكسب جوكو القتال. والمذيع عمل معاه مقابلة هو وكوريرين وسألهم عن أعمارهم. فكوريرين قال له أنا عندي 13 سنة. وجوكو سأل المذيع هو إيه اللي أنت ماسكه في إيدك ده؟ فالجمهور كله ضحك، والمذيع قال له ده ميكروفون عشان صوتك يطلع فيه. فجوكو قال له أنا عندي 12 سنة. وبره الحلبة يا موتشا قال لجاكي تشون أنت موتين روشي صح؟ فجاكي تشون سابه ومشي. وجه ميعاد الجولة التانية من النهائيات اللي هتبقى بين الفائزين في الجولة الأولى. والمواجهة الأولى كانت هتبقى بين كوريرين وجاكي تشون. وبدأ القتال وكوريرين هجم هجمات كتيرة وجاكي كان بيتفادى، بس اضطر انه يصد هجوم من كوريرين. وبعد كده راح ضربه لكمة بسيطة وخبطه في الجدار. وكوريرين لما قام قال انا حاسس اني ما شفتش اللكمة من سرعته. فجوكو قال له ركز وهتشوفها. وفعلا كوريرين راح هجم تاني وقدر يجاري سرعة جاكي وشاف اللكمة وتفاداها، بس جاكي هجم عليه تاني بركلة من رجله وأصابه ووقع كوريرين. فجوكو راح يشجعه لحد ما قام ورمى منديل في وجه جاكي ولها بيه. وبعد كده ضربه بسرعة وطيره بره الحلبة. فجاكي قبل ما يقع ويخسر استخدم تقنية الكاميهاميها ودفع نفسه بيها ورجع الحلبة تاني. فيموت شال في دماغه محدش بيعرف يستخدم الكاميهاميها غير روشي. جاكي ده هو روشي. وبدأ كوريرين يهجم تاني، بس جاكي يستخدم تقنية اسمها زانزو كين ثنائي. والتقنية دي بتخليه يتحرك بسرعة ويعمل نسخة غير حقيقية منه. والنسخة دي كانت قدام كوريرين. وبسرعة جه جاكي من ورا كوريرين بجسده الحقيقي وضربه وخلاه يفقد وعيه وكسب القتال. وتأهل للجولة الأخيرة اللي هتبقى نهائي وهيواجه فيها الكسبان من قتال جوكو ونامو. وبعد القتال ياموتشا قال لجاكي انت روشي شعرك ده مستعار، بس ياموتشا لما مسك شعره ملقاهوش مستعار فرجع تاني يشوف. وجه ميعاد القتال التاني بين جوكو ونامو وبدأ القتال. وجوكو استخدم تقنية زانزو كين اللي جاكي تشون استخدمها قدام كوريرين. واختفى جوكو من قدام نامو وظهر وراه، بس نامو تفادى بسرعة. وهجموا هما الاتنين على بعض وجوكو ضربه بعده. فنامو نزل عليه وضربه في رقبته ووقعه، وكان هيدفعه برا الحلبة. فجوكو مسكه بديله ووقعه وقام وقعد يدور ويضرب فيه، وكان خلاص هيكسب بس أصابه الدوار ووقع. فنامو قفز لفوق ونزل عليه مرة واحدة بتقنية اسمها تينكو بيكي جي وأصابه إصابة مباشرة وقال أنا كسبت. أي حد بيتصاب بالتينكو بيكي جي بيقوم بعد 10 أيام. بس فجأة جوكو قام ونامو وكل الجمهور كانوا مذهولين. فنامو قفز لفوق تاني عشان ينفذ التينكو بيكي جي. فجوكو قفز وراه هو كمان ومنعه من تنفيذ هجومه. ولما نزلوا هما الاتنين الحلبة جوكو ضربه بسرعة برجله وخرجه برا الحلبة وكسب القتال ووصل للنهائي عشان يقابل جاكي تشون. ونامو لما قام راح سلم عليه، وقبل ما يمشي جاكي تشون راح له واداله كبسولة وقال له انا موتين روشي بس ما تقولش لحد اني قلتلك. الكبسولة اللي انا اديتها لك دي لو مليتها مية هتقدر توصل المية لقريتك. فنامو قال له لو انت روشي فعلا انت ليه مشارك في البطولة دي؟ فروشي قال له عشان جوكو وكوريرين دول تلاميذي وكنت عارف انهم هيوصلوا للنهائيات فشاركت في البطولة عشان اخسرهم، لانهم لو كسبوا هيحسوا انهم اقوياء وهيبطلوا يتدربوا. انا لزقت شعر مستعار وشاركت في البطولة عشان كده، وعايزك دلوقتي تتنكر بشكلي عشان اكدب عليهم واثبت اني مش روشي. وفعلا نامو اتنكر بشكل روشي. وراح روشي وقال لي يا موتشا بص روشي هناك اهو عشان تصدق ان انا وهو مش نفس الشخص. وفعلا يا موتشا وجوكو وكوريرين صدقوا ان جاكي مش هو روشي. وشوية وجه ميعاد اخر مواجهة بين جوكو وروشي وبدأ القتال. وروشي هاجم فجوكو قفز لفوق فروشي قفز وراه وضربه برجله، وكله افتكر ان جوكو خلاص خسر. بس جوكو استخدم ديله كمروحة وطار ورجع تاني للحلبة. واول ما رجع روشي هاجم عليه بالكاميهاميها فجوكو قلده واستخدم الكاميهاميها بنفس القوة وصد هجوم روشي ووقعوا هما الاتنين. وقام روشي بعد كده مذهول ان جوكو قدر يصد الكاميهاميها بتاعته فاتحرك بسرعة واستخدم تقنيته زانزو كين ثنائي وجه من وراه وضربه وكسر بيه الجدار. بس جوكو قام وقلده واستخدم زانزو كين هو كمان، وبدل ما يعمل
نسخة واحدة بس غير حقيقية عمل نسختين. وفجأة جه من فوق روشي بجسده الحقيقي وضربه وقال له دي زانزو كان ثلاثي مش ثنائي زي بتاعتك. وروشي بدأ يترنح بعدها وياموتشي قال لجوكو ما تصدقوش، دي تقنية اسمها سويكن بيترنح عشان يضربك. وفعلا روشي قعد يترنح ويضرب في جوكو لحد ما جوكو بعد وقعد ينط بعد كده حوالين روشي زي القرد، وقال له دي تقنية اسمها تقنية القرد. وضربه بعد كده ضربة قوية وبعده ووقع روشي. فقام روشي واستخدم تقنية اسمها يوكي من كن، والتقنية دي نيمت جوكو ووقع. فاصحابه قعدوا يندهوله عشان يقوم بس كان نايم. ولان جوكو بيحب الاكل بولما ندهت عليه وقالت له قوم الغدا جاهز. فجوكو صحي وقام على طول. ولما فاق قفز واستخدم تقنية جانكن اللي بيهجم فيها باسلوب حجر ورقة مقص، وضرب روشي بالحجر وخلاه ينزف. والشمس كانت خلاص بتغرب والقمر كان قرب يظهر. وروشي قال له انا هستخدم دلوقتي تقنية ما استخدمتهاش قبل كده غير مرة واحدة وكانت على جدك جوهان. واستخدم روشي تقنية اسمها بانكوكو بيكوري شو بتحول الطاقة الداخلية لشحنة كهربية. وبعد كده ضرب بيها جوكو وجوكو قعد يتألم. وروشي قال له استسلم يا اما هتموت. فكل اصحاب جوكو قالوا له استسلم بسرعة. بس فجأة القمر ظهر وكان مكتمل. ولما جوكو بصله اتحول لوحش على شكل غوريلا زي ما اتحول قبل كده في قلعة بيلاف، وبدأ يكسر في كل حاجة والناس هربت. وياموتشي قال لازم نقطع ديله زي ما عملنا قبل كده عشان يرجع لطبيعته. بس روشي استجمع كل قوته واستخدم الكاميهاميها بالقوة القصوى وضرب بيها جوكو. وبعد الضربة جوكو اختفى وكلهم افتكروه مات وقعدوا يعيطوا. فروشي قال لهم جوكو هناك اهو، هو رجع لطبيعته وانتوا كنتوا فاكريني بستهدف جوكو بضربتي، بس انا كنت بستهدف القمر. انا هجمت على القمر واخفيته عشان ما يظهرش تاني وجوكو يشوفه. وفعلا جوكو قام وما كانش فاكر اي حاجة من اللي حصلت. وكوريرين اداله لبسه بعد ما لبس جوكو تقطع ورجع تاني للقتال والناس رجعت تتفرج. وروشي كان خلاص طاقته خلصت وكان عايز يستخدم الكاميهاميها ومعرفش. فجوكو استخدمها وهجم. فروشي قفز لفوق فجوكو قفز وراه وضربه ووقع روشي. والمذيع اعلن انتصار جوكو لان روشي وقع بره الحلبة وكله احتفل. بس روشي قال لهم انا ما خسرتش، وكان حافر رجله في الحلبة ولسه ما وقعش براها وطلع تاني. واستمر القتال والاتنين كانوا تعبوا واستنفذوا تقنياتهم لان القتال كان بقاله 4 ساعات شغال. وهجومهم على بعض كان بالفنون القتالية واصابوا بعض كتير لحد ما قفزوا وكل واحد منهم ركل التاني في وجهه ووقعوا هما الاتنين. والمذيع عدى 10 ومحدش قام، فاعلن ان اللي هيقوم منهم ويقول جملة انا الفائز هو اللي هيفوز بالبطولة. فقام جوكو بس ما قدرش يكمل الجملة ووقع. بس روشي قام وقال انا الفائز وكسب البطولة وخد ال500,000. وراح بعد كده قلع الشعر المستعار ورجع لشكله الطبيعي ورجع للباقيين وكذب عليهم وقال لهم انا شفت تحدياتكم من ورا مع الجمهور، كنتوا اقوياء بس دايما في العالم لازم يبقى في حد اقوى منكم عشان كده لازم تكملوا تدريب. وجوكو قال له انا جعان جدا. فخدهم روشي بعد كده على مطعم عشان يعزمهم على العشاء. وتاني يوم جوكو ودع الكل وقال لهم كده عدى سنة على ظهور التنين في قلعة بيلاف، انا هروح ادور على كرات التنين تاني عشان الاقي كرة جدي اللي هي رقم 4. فبولما قالت له انا اديتك رادار التنين قبل كده استخدمه عشان تلاقي الكرات. ومشي جوكو بالكنتون ومشيت بولما مع ياموتشا وأولونج وبوارا عشان يرجعوا المدينة الغربية. وكوريرين راح مع روشي وفي نفس الوقت ده رجع نامو لقريته بكبسولة المية اللي روشي اداهاله. ودخل المية لقريته بعد ما اصابها الجفاف. وجده قال له في حاجة غريبة بتحصل، احنا قريتنا بيوصل لها المية من خلال مجرى النهر ده، بس المية بقالها كتير ما بتوصلش وشكل في حد منعها من الوصول لينا. انا بأمل ان الواحة المتنقلة تقرب من قريتنا. فنامو قال له ايه الواحة المتنقلة دي؟ فجده قال له دي واحة فيها مية بتنتقل في الصحراء وبأمل انها تقرب مننا عشان ناخد منها مية. فنامو قال له انا هروح اشوف مين اللي منع المية انها توصل لنا. ومشي نامو بعد كده بس في طريقه في وحش خطفه وجوكو شافه فراح مدد عصايته وضرب الوحش وخد نامو. والكنتون شالت نامو لانه طيب وراحوا بعد كده لقرية كلها وحوش وعرفوا انهم
هم اللي مانعين وصول المية لقرية نامو لأنهم عاملين سد، ونامو ترجاهم إنهم يهدوا السد ده بس مرضوش وضربوه، وجه زعيمهم وطلع جيران اللي كان في بطولة تنكايتشي وقال لجوكو ونامو إحنا عملنا السد ده ومش عارفين نهده، لو تعرفوا تهدوه اعملوا كده. فجوكو راح ضرب السد بالكاميهاميها ودمره ووصلت المية لقرية نامو. بس لما جوكو ونامو رجعوا حصلت عاصفة رملية وغطت على المية اللي وصلت، فنامو قال كده ما بقاش في مية تاني، وشوية والواحة المتنقلة جت عند قرية نامو، فالقرية كلها فرحت وجده قال له هي دي الواحة اللي كلمتك عليها، احنا هناخد منها المية. ومشكلة قرية نامو اتحلت، والصبح جوكو كمل رحلته في البحث عن كرات التنين، وعرف ان في كرة في قرية جنبه، فقرب من القرية بس وهو بيسبح في بحيرة جنب القرية في لص صغير جه سرق منه رادار التنين وهرب، وراح بعد كده باعه لصاحب متجر في القرية. فجوكو راح وراه ولما مسكه قال له فين رادار التنين، فاللص قال له انا بعته لصاحب متجر في القرية. فجوكو اتحرك عشان يروح لهناك، وفي نفس الوقت ده كان لسه بيلاف ومساعدينه شو وماي عايزين كرات التنين، وبرادار التنين اللي صنعته ماي جم القرية اللي فيها الكورة، وكمان كان في جيش غامض اسمه جيش الوشاح الأحمر عايزين الكرات، وجم القرية هم كمان عشان ياخدوا الكورة. وواحد من الجيش اسمه العقيد سيلفر بدأ يدخل البيوت ويدور على الكورة، بس الكورة كانت عند صاحب المتجر، وراح بيلاف وماي لصاحب المتجر وقال لهم أنا عندي الكورة، وفعلا اداها لهم، وكانت الكورة رقم 4 اللي المفروض جوهان اداها لجوكو. وبعد ما ادوا لصاحب المتجر فلوس وخرجوا لقوا جوكو قدامهم وقال لهم هاتوا الكرة دي، فضربوا عليه نار وهربوا. فجوكو خد رادار التنين بتاعه من صاحب المتجر وجري وراهم لحد ما شو عدى عليهم بقلعة طائرة بتاعت بيلاف، فجوكو راح وراهم بالكنتون، بس وهم طايرين الكرة اتكسرت، وماي اكتشفت ان الكرة اللي معاهم دي مزيفة، وان صاحب المتجر ضحك عليهم ولسه معاه الكرة الحقيقية. وشوية وراح سيلفر وجيش الوشاح الأحمر لصاحب المتجر وقتلوه عشان ياخدوا الكرة، بس ما خدوهاش لأن الكرة الحقيقية كانت في عشها فوق المتجر، وجه طائر خدها وطار. فسيلفر جاله تعليمات من قيادة جيش الوشاح الأحمر بمكان الكرة الحقيقية وراح ورا الطائر. وفي نفس الوقت ده جيوما وملك الوحوش كان عايش مع بنته تشيتشي في قرية وسط الناس، وتشيتشي كانت لسه بتفكر في جوكو وقالت لجيوما وانا عايزة اتجوز جوكو. فجيوما وقال لها انا هجوزهولك، وخدها بعد كده عند عرافة، والعرافة قالت لهم ان جوكو هيجي القرية هنا قريب. فجيوما وفرح وخرج من عندها وبدأ يجهز حفل الزفاف بتاع جوكو وتشيتشي، وكان لسه جوكو بيطارد بيلاف، وبيلاف لما لقى قرب من القلعة بتاعته فتح الشباك، بس لما فتحه وقع من القلعة، وجوكو نزل وراه وقال له انا هنقذك بشرط انك تديني الكرة اللي معاك. فبيلاف وافق، ولما جوكو انقذه ضحك عليه واداله الكرة المزيفة المكسورة بعد ما خلى مساعدينه يلزقوها، وجوكو خدها ومشي، وبعد ما مشي الكرة اتفتتت منه، فعرف انها مزيفة واتبع رادار التنين ورا الكرة الاصلية اللي مع الطائر. وبيلاف هو كمان تتبع الكرة الاصلية، واول واحد وصل للكرة الاصلية كان سيلفر وشافها مع الطائر، بس فجأة جه وحش وكل الطائر، وبالصدفة دي كانت منطقة سكن جيوماو. وجيوماو لما شاف الوحش ضربه واصطاده عشان يطبخه في حفل الزفاف، والكورة بقت مع جيوماو وهو ما يعرفش. ولما بيلاف قرب بقلعته الطائرة لقى جيوماو معلق يافطة انهم مستنيين جوكو عشان يتجوز تشيتشي، فبيلاف لبس شو قناع شبه وش جوكو وقال له انزل هات الكورة من جيوماو على اساس انك جوكو. وفعلا شو نزل من القلعة، وبيلاف وماي كانوا معاه، وجيوماو افتكر شو جوكو الحقيقي وخدهم لحفل الزفاف، بس تشيتشي بنته ما كانتش موجودة وكانت بعيدة عن القرية بتجمع ورود. وجوكو الحقيقي وهو في طريقه شافها ونزل وقعد يتكلم معاها، وجيوماو كان قاعد مستني تشيتشي ترجع عشان يبدأ حفل الزفاف، بس فجأة سيلفر هو وجنود الوشح الأحمر جم هجموا على الزفاف عشان ياخدوا الكورة. فجيوماو خرج وقعد يكسر في دباباتهم لحد ما قدروا يمسكوه بشبكة، وبيلاف استغل الفرصة وخد الكورة من فم الوحش بعد ما اتطبخ وهرب هو ومساعدينه، وسيلفر وجنود الوشاح الأحمر ملحقوش يمسكوه. وسيلفر بعد كده خد طيارة وطلع ورا بيلاف، بس شو اختفى بالقلعة وجه من ورا سيلفر وقعد يضربه لحد ما وقع طيارته والباقي
من جنود الوشاح الأحمر كانوا لسه عند جيوماو، فجه جوكو وتشيتشي وضربوهم، والجنود حولوا دباباتهم لطيارات وخدوها وراحوا لسيلفر. وقعد جوكو بعد كده ياكل، وجيوماو شرح له كل اللي حصل. فجوكو بعد ما كل قام وخد رادار التنين وتتبعه ومشي عشان يجيب الكرة اللي مع بيلاف. وجنود الوشاح اتحركوا هم كمان، بس رادار التنين كان جايب لهم ان موقع الكرة في الصحراء، ولما راحوا الصحراء ملقوش حاجة هناك وقعدوا يحفروا. وموقع الكرة كان في الصحراء لان بيلاف كان عنده قاعدة سرية تحت الارض، ونزل بقلعته هناك وبدأ يسحب جنود الوشاح ويحبسهم. ولما جوكو جه هجم عليه بمدافع، فجوكو راح دمرها كلها. وسيلفر لما شاف الوضع اتصل بالقيادة بتاعته وقال لهم ابعتوا جنود تانيين عشان يدعموني واقدر اهجم على قلعة بيلاف اللي تحت الارض. وبيلاف في الوقت ده سحب جوكو هو كمان وحبسه وخرج عليه آلي عشان يقتله. فجوكو ضرب الآلي بالكاميهاميها وشوية ووصل الدعم لسيلفر، وبدأ جنود الوشاح اللي بالطيارات يضربوا قلعة بيلاف بالصواريخ. فبيلاف خد قلعته الطائرة وطار بيها هو ومساعدينه عشان يهربوا، وجوكو راح وراهم ومسك في القلعة. بس أول ما خرجوا لقوا عدد مهول من طيارات جيش الوشاح الأحمر، والطيارات دمرت قلعة بيلاف الطائرة. فجوكو هرب بالكنتون، وبيلاف نزل هو ومساعدينه بالباراشوتات، ولقوا سيلفر واقف مستنيهم وخد من بيلاف الكرة اللي معاه. ورجع سيلفر بعد كده لمقر قيادة جيش الوشاح الأحمر، واتدرب هناك مع زمايله ملاكمة، وكان قوي جدا وضربهم كلهم. وبعد ما خلص دخل للقائد بتاع الجيش، والقائد كان عنده وحش صغير هجم على سيلفر وعوره. والقائد قال له انا معايا دلوقتي 3 كرات بالكرة اللي انت لسه جايبها، وفاضل لي 4 كرات عشان يبقى معايا ال7 والتنين يظهر لي واخليه يحقق لي امنيتي في اني اسيطر على العالم. دور على ال4 كرات الباقيين وهاتهم لي. فسيلفر خد مجموعة من الجنود عشان يكمل رحلة البحث. وجوكو في الوقت ده لقى كرة قريبة منه، فراح عندها ولقى قرود، ولقى كمان وحش بيهجم عليهم، فأنقذ القرود من الوحش. ولما عمل كده القرود جابوا له أكل، وبعد ما كل نام. والقرود لقوا الكرة وقعدوا يلعبوا بيها. ولما جوكو صحي سيلفر جه هو وجنوده وحرقوا الأشجار وأصابوا القرود عشان ياخدوا الكرة اللي معاهم. فجوكو قعد يضرب في جنود سيلفر، ولما ظهر القرد اللي معاه الكرة سيلفر مسك قناصة وضرب عليه. فجوكو راح مسك القرد قبل ما يقع، والكرة وقعت في وادي. وفي نفس الوقت ده كوريرين كان بيتدرب مع روشي، وقعدوا بعد كده مع رانش ياكلوا. وكوريرين قال يا ترى جوكو عامل ايه دلوقتي وايه قصة كرات التنين دي؟ فروشي قال له دي قصة اسطورية. كرات التنين كانوا كرة واحدة زمان لما كانوا البشر طيبين، والبشر خدوا الكرة دي وعملوا لها مبنى، وكل شوية كانوا بيستدعوا التنين من خلال الكرة ويتمنوا أمنية طيبة، لحد ما بدأ الشر يتغلغل فيهم وبقت أمنياتهم شريرة. فالكرة اتقسمت ل7 كرات وافترقوا حول العالم، وده عشان اللي يلاقيهم يبقى صاحب هدف كبير. وبالليل بدأ جيش الوشاح الأحمر يبحثوا عن الكرة اللي وقعت في الوادي وملقوهاش، والدنيا مطرت فمشيوا وكملوا بحث الصبح وبرضه ملقوهاش، لحد ما جوكو جاب رادار التنين اللي معاه ولقاها وخدها. بس طلعت الكرة رقم 5. فقال 2 من جيش الوشاح كانوا واقفين ما تعرفوش الكرة الرابعة بتاعت جد جوهان فين؟ انا عايزها لانها تذكار من جدي. فالاتنين رفعوا عليه المسدسات، فجوكو ضربهم وخد الكرة ومشي. وسيلفر لما جاله الخبر طلع بمدفع وضرب الكنتون ودمرها ووقع جوكو، وقال له احنا الرادار بتاعنا مش دقيق زي بتاعك، وريني رادارك كده. فجوكو قال له لا مش هوريهولك. فسيلفر قلع الجاكيت وقعد يلحقه ويحاول يضربه، بس جوكو ضربه في بطنه، وبعد كده قفز وضربه بديله ووقعه. ولان الكنتون اتدمرت دخل جوكو وجاب الكبسولات اللي عند سيلفر ورمى كبسولة منهم وتحولت لإنسان آلي. والآلي قال له ارمي الكبسولة رقم 3 لو عايز تمشي من هنا. فجوكو رماها وتحولت لطيارة، والآلي قاد الطيارة بجوكو ومشي. وقائد الوشاح الأحمر لما عرف اللي حصل قال لواحد من مساعدينه وامر الجنرال وايت انه يقتل الولد ده ويجيب الكورة وهاتولي سيلفر هنا حالا. وفعلا سيلفر جه والقائد وبخه، وشوية ووصل جوكو للقطب الشمالي عشان يجيب كورة كمان، ودي كانت المنطقة اللي فيها الجنرال وايت بتاع الوشاح الأحمر. بس أول ما دخلوا القطب الشمالي الآلي اللي مع جوكو اتجمد وهو
بيقود والطيارة وقعت بيهم، والجنرال وايت أمر جنوده إنهم يجيبوا جوكو، بس الجنود ملقوهوش لأن في بنت جت خدت جوكو وقعدت تسحب فيه في التلج، والبنت دي كان اسمها سونو، وخدته لأنه كان مغمى عليه بعد سقوط الطيارة، وسحبته لحد بيتها وقالت لأمها كل حاجة عنه. ولما فاق قال لهم إنه بيدور على كرات التنين، فخافوا منه وافتكروه من جيش الوشاح الأحمر، وقالوا له جيش الوشاح بيدور على الكرات عندنا هنا في القرية وبيجبرونا نساعدهم، وخاطفين عمدة القرية ومهددنا لو ملقناش أي كورة هيقتلوه. فجوكو قال لهم أنا مش من الوشاح الأحمر، أنا عايز كورة زي دي بس عليها 4 نجوم لأنها تذكار من جدي. وشرح لهم جوكو كل حاجة عن كرات التنين، وقال لهم أنا هنقذ العمدة بتاعكو من الوشاح الأحمر. بس شوية وجه 2 من جيش الوشاح واقتحموا البيت عشان يلاقوا جوكو. فجوكو دخل الحمام والجنديين فتحوا النار على باب الحمام، بس جوكو ما حصلوش حاجة وخرج من الحمام وضربهم هما الاتنين، وقال لسونو أنا رايح أنقذ العمدة بتاعكو. فأم سونو قالت له خلي بالك عشان القاعدة بتاعت الوشاح الأحمر في برج اسمه برج مسول، وده مكان مرعب أي حد بيدخله جيش الوشاح بيقتلوه. وبعد كده أم سونو لبسته جاكيت عشان ما يبردش في التلج، وجري جوكو ولقى في طريقه 3 من جيش الوشاح وفتحوا عليه النار، فاستخبى في التلج وظهر فجأة وضربهم هما ال3 وكمل ووصل لبرج مسول. والبرج كان فيه وايت، وجوكو مدد عصايته وضرب كل الجنود اللي هناك ضربة واحدة وطلع بالعصاية للبرج عشان ينقذ العمدة. ووايت قال كويس انك جيت هنا عشان اقتلك، وكلمه بعد كده وقال له انت دلوقتي في الدور التاني من البرج والعمدة في الدور الاخير، وفي كل دور هتقابل حد من جيش الوشاح اصعب من التاني عشان ما تعرفش تطلع. ودخل جوكو من باب الدور التاني ولقى 4 اشخاص معاهم اسلحة، فقعد يضرب فيهم لحد ما ضرب 3، والرابع استخدم عليه تقنية زانزو كين وجه من وراه وضربه وطلع للدور التالت، ولقى هناك رائد اسمه ميتاليك مستنيه وهجم عليه. فجوكو نط لفوق ونزل على كتفه وضربه ووقعه، بس ميتاليك قام تاني ومسك جوكو جامد. فجوكو فك نفسه ونزل ضربه في صدره وكسر بيه الجدار، وبرضه ميتاليك قام وضرب جوكو ضربة قوية وراح بعد كده عشان يقضي عليه. فجوكو قام وراح ضربه براسه ووقع ميتاليك بس استمر في انه يقوم وخرج صاروخ من فمه على جوكو، بس جوكو قدر يتفادى الصاروخ واستخدم الكامي هامي ها واصاب ميتاليك وطير راسه. وميتاليك طلع آلي مش بشري، وحتى بعد راسه ما اتدمرت فضل يهجم وهجم بقبضة ايده اللي اتحولت لصاروخ وضرب جوكو كذا ضربة وعوره. فجوكو استخدم عصايته وفجر ايد ميتاليك التانية وجري ونط واخترق صدره، وكان هيكمل ضرب فيه بس ميتاليك بطارياته خلصت ووقف. فجوكو سابه وبدأ يطلع الدور الرابع، ووايت كان بيتابعه وما كانش مصدق قوته. هو حارس الدور الرابع كان نينجا تصرفاته غريبة اسمه موراساكي. ووصل جوكو الدور الرابع والدور كان أشبه بغابة، وموراساكي لأنه سريع جدا محدش بيقدر يشوفه في القتالات، وفعلا كان بيتحرك بسرعة وبيهجم على جوكو، وجوكو ما شافهوش لحد ما موراساكي جه من وراه فجأة. فجوكو شافه وتفاداه، وبدأ موراساكي يتحرك بسرعة حوالين جوكو. فجوكو حدد مكانه وحدف عليه حجر ووقعه، ووقعت منه ورقة وجوكو شافها. فموراساكي جه بسرعة وخدها منه وقال له ما كانش ينفع تشوف الورقة دي. وبدأ موراساكي بعد كده يتصرف تصرفاته الغريبة وقعد يستخبى، وجوكو كل شوية كان بيلاقيه لحد ما موراساكي هجم بسيفه. فجوكو صد بعصايته وكسر سيفه. فموراساكي خدع جوكو وقال له احنا هنتقاتل من غير أسلحة. فجوكو شال العصاية بتاعته، بس موراساكي حدف عليه قوس حديدي، ولما جوكو تفاداه القوس رجع تاني وأصابه ووقع جوكو. موراساكي افتكر انه انتصر، بس جوكو قام تاني وجري وراه. فموراساكي عدى نهر وقال لجوكو مش هتعرف تعدي لأن النهر ده فيه أسماك مفترسة. فجوكو نط وعدى بسهولة، وموراساكي اتفاجئ واستخدم تقنية اسمها الصور المتعددة وعمل 4 نسخ ليه، وكلهم بدأوا يهجموا على جوكو هجمات مختلفة. وجوكو ما كانش عارف مين فيهم الجسد الحقيقي وبدأ يهرب واستخبى. فكلهم قالوا له احنا مش نسخ، احنا ال5 حقيقيين، احنا ال5 موراساكي وهنقضي عليك بسهولة. فجوكو استخدم تقنية زانزو كين مرتين وكان بيجي من وراهم ويضربهم لحد ما قضى على 4 منهم، والاخير جري وراح فتح لآلي اسمه الآلي
الآلي رقم 8 وقال له اقتل الولد الصغير ده. وخرج الآلي وجوكو لما شافه خاف، بس الآلي قال لموراساكي القتل شيء سيء، أنا مش هقدر أقتله. فموراساكي اتضايق وقال له احنا اللي اخترعناك وحاطين فيك قنبلة، اقتله يا إما هفجرك بأداة التحكم دي. بس برضه الآلي مرضاش يقتل جوكو، فوايت قال لموراساكي فجره، وموراساكي كان هيفجره، فجوكو راح كسر أداة التحكم من موراساكي وضربه. والآلي شكر جوكو وكمل جوكو بعد كده عشان يطلع الدور الخامس. وبين الدور الرابع والخامس لقى نفسه في متاهة ومعرفش يعديها وتعب ووقع، لحد ما جاله الآلي رقم 8 وقال له تعالى معايا أنا هردلك الجميل وأعديك من هنا. وجوكو قام معاه وقال له أنا هسميك هاتشان. ومشي جوكو وهاتشان مع بعض، بس كل ما كانوا بيوصلوا لآخر المتاهة وايت كان بيقفلها بباب. فهاتشان اكتشف اللي بيحصل وخلى جوكو يروح في جزء وهو راح في جزء تاني عشان وايت ما يعرفش يقفل الجزئين بالباب. وفعلا وايت ما عرفش يقفل وقدروا يعدوا، ووصلوا بعد كده للدور السادس والأخير ودخلوا الوايت. بس وايت كان مجهز لهم فخ وداس على زر ووقعهم في الدور الخامس، واللي كان فيه وحش ضخم ومرعب اسمه بويون. وأول ما بويون ظهر هاتشان اترعب وجوكو حاول يهجم عليه، بس بويون كان جسمه مرن وبيدفع جوكو وما بيتأثرش بالهجمات. وخرج من ورونه شحنة كهربية صعق بيها جوكو ووقعه، وبعد كده سحبه بلسانه لفمه وراح عشان يقتل هاتشان، بس جوكو قدر يفتح فمه ويخرج. فبويون هجم بالكهرباء تاني وجوكو قعد يهرب واستخدم الكاميهاميها وبرضه ما أثرتش في بويون وامتصها ودفعها وكان هيسحب هاتشان لفمه. فجوكو جري بسرعة وأنقذه وقال في دماغه بويون ده جسده مرن، لازم أخليه صلب عشان أقدر أضربه. وافتكر جوكو إن سونو قالت له قبل كده إنه لما برد في التلج جسده اتجمد وبقى صلب، فقال أنا لازم أخلي بويون يبرد عشان جسده يبقى صلب. وفعلا كسر الحيطة ودخل التلج للمكان وبويون برد واتجمد وجسده بقى صلب. فجوكو ضربه وقضى عليه بسهولة وقفز بعد كده لفوق وكسر الأرض عند وايت ودخله. فوايت ضربه بالرصاص بس جوكو متأثرش وطلع هاتشان معاه بالعصاية بتاعته. فوايت قلع عشان يواجه جوكو وجوكو تفادى هجومه وضربه في رجله، وبعد كده ضربه ضربة قوية خبطته في السقف ووقع. بس وايت قام ومسك جوكو من ديله، ولأن جوكو نقطة ضعفه هي ديله معرفش يعمل حاجة ووايت رماه. وقام جوكو بعد كده وراح ضرب وايت كذا ضربة وكان هيقضي عليه، بس هاتشان وقفه وقال له ما تعملش كده. فجوكو قال له وايت خرج العمدة، وفعلا وايت قام وخرج العمدة من حبسه، بس مسكه بالمسدس وقال لجوكو لو ما سمعتش كلامي هقتله لف. فجوكو لف ووايت ضربه رصاصة ووقعه وكان هيضربه رصاصة كمان. فهاتشان صدها واتضايق وقال لوايت ازاي تعمل كده في جوكو، وضربه ضربة قوية طيرته بره البرج. وشوية والصبح طلع وجوكو فاق وكان مرهق، فهاتشان خده ونزل من البرج هو والعمدة ولقوا البرج بيتحرق، وهاتشان كسره من تحت وخلاه يتهد ومشيوا. وسونو في الوقت ده كانت واقفة مع أبوها وأمها مستنيين جوكو بعد ما هي وأمها حكوا لأبوها عنه. ووصل هاتشان وجوكو والعمدة عند سونو، وجوكو لما شاف معاها أكل جري عليها وخد الأكل منها لأنه كان جعان. وسونو فرحت جدا إنه لسه عايش، ودخلوا كلهم بيت سونو وكلوا. وأبو سونو قال لهم جيش الوشاح خلوا كل أهل القرية يدوروا على كرة تنين وفي الآخر ما لقيناهاش. فهاتشان قال له الكرة أهي معايا، خبتها لأن وايت كان ناوي يقتل كل أهل القرية بعد ما يلاقوا الكورة. والكورة اللي مع هاتشان كانت الكورة رقم 2، وجوكو خدها وبقى معاه كورتين، بس كان لسه برضه عايز الكورة رقم 4 اللي جوهان اداهاله. والعمدة قال لهاتشان انت طيب ومن بكرة هتعيش معايا في بيتي. فهاتشان قال له مش هينفع، انا في جسدي قنبلة وممكن تنفجر وهبقى خطر عليكم. فكلهم فكروا وقالوا لهاتشان في دكتور في القرية هنا اسمه فورابي ممكن يخرج لك القنبلة دي من جسدك. فسونو قالت انا هروح معاه لدكتور فورابي، وجوكو قال وانا كمان هروح عشان رادار التنين بتاعي باظ وهخلي الدكتور يصلحهولي. وفعلا مشيوا، بس موراساكي كان لسه عايش وبدأ يراقبهم لحد ما وصلوا لبيت دكتور فورابي. وجوكو وهاتشان ناموا من التعب، فموراساكي جه ومسك فورابي وقال له انت اللي صنعت هاتشان بأوامر مننا،
وفي الاخر خاننا وبسببه برج معسول اتدمر. انا عايزك تجيب لي الجعبة اللي مع جوكو اللي فيها كرات التنين عشان اسيبك تعيش. ففورابي عمل كده وراح جاب له الجعبة وموراساكي خدها وهرب، وجوكو صحي وجري وراه وضرب جبل جليدي بالكاميهاميها والجبل وقع على موراساكي، وجوكو خد جعبته وطلع فيها اكل لانه كان ساب الكورتين اللي معاه مع ابو وام سونو، ورجع تاني للدكتور فورابي، وفورابي شال القنبلة من جسد هاتشان واداها لجوكو، بس معرفش يصلح رادار التنين بتاع جوكو، وهاتشان وجوكو وسونو ودعوه، وقبل ما يمشوا جوكو رمى القنبلة بعيد بس جت على موراساكي وانفجرت فيه، ورجع جوكو وهاتشان لبيت سونو وباتوا هناك، وتاني يوم صحي جوكو وودع كل أهل القرية عشان هيروح المدينة الغربية لبولما ويخليها تصلح له رادار التنين، وقبل ما يمشي أهل القرية سألوه هو أنت هتروح المدينة ازاي؟ فجوكو قال لهم هروح ماشي لأن الكنتو أون اتدمرت، فواحد منهم قال له الكنتو أون ما بتتدمرش، جرب انده عليها كده، فجوكو نده عليها وجت ففرح وركبها وراح بيها بعد كده المدينة الغربية ونزل من عليها وبدأ يسأل كل الناس هناك على بولما، بس محدش من اللي سألهم كان يعرف بولما، وجوكو وهو ماشي اكتشف انه لازم يبقى معاه فلوس عشان يركب مواصلات، وما كانش عارف هيجيب الفلوس منين لحد ما لقى واحد قوي عامل تحدي قتالي ان اللي هيهزمه هياخد 100,000، فدخل هزمه بسهولة وخد الفلوس، بس وهو ماشي تتبعه 2 لصوص، فجوكو ضرب واحد منهم وعرف من التاني انه لازم يسأل شرطي على مكان بولما، فكمل ماشي وادى كل الفلوس اللي معاه لواحدة عشان تقوله على مكان اي شرطي، وقالت له الراجل اللي واقف هناك ده شرطي، وفعلا جوكو راح له والشرطي بحث له عن بولما وعرف عنوانها وخد جوكو ووداه لهناك، وقال له بولما دي بنت صاحب شركة كابسول اللي بتصنع الكبسولات، وشوية ورجعت بولما من المدرسة وسلمت على جوكو ودخلت البيت وعرفته على ابوها، وطلع اوضتها وصلحت رادار التنين وقالت له ايه رأيك لو اساعدك في البحث عن الكرة الرابعة بتاعت جدك؟ انا صنعت اداة التصغير دي بتخليني اصغر جسمي وممكن اركب معاك الكنتون، وصغرت بولما نفسها بالاداة، فدخلت امها وداست عليها، فبولما رجعت حجمها تاني لطبيعته، وجوكو سألها هو فين ياموتشا واولونج؟ فامها قالت له كانوا هنا بس بولما اتخانقت مع ياموتشا فمشيوا، وفي نفس الوقت ده قائد جيش الوشاح الاحمر كان بيتابع جوكو وبعت له لصة اسمها هاسكي عشان تسرق منه الكورتين اللي معاه، ووصلت هاسكي للمدينة الغربية وراحت للاتنين اللصوص اللي تتبعوا جوكو قبل كده وسألتهم عنه وقالت لهم لو شفتوه ابقوا قولولي، وشوية وبولما صغرت نفسها وجوكو شالها وركبت مع الكنتون عشان يتجولوا في المدينة، وهم بيتجولوا اللصين شافوا جوكو وقالوا لهاسكي، وجوكو في طريقه شاف ياموتشا ولونج وبوارا ونزل سلم عليهم، وبولما رجعت لحجمها الطبيعي وقالت لجوكو يلا عشان هنروح مدينة الألعاب الطائرة، ومشيوا كلهم مع بعض، بس هاسكي كانت بتراقب جوكو هي والاتنين اللصوص اللي معاها، ولما دخلوا مدينة الألعاب عملت خطة مع اللصوص وتظاهرت انها بتتسرق منهم عشان تقرب من جوكو وتاخد منه الكورتين، وفعلا جوكو واصحابه لما شافوها بتستغيث جولها وكدبت عليهم وقالت لهم انها عرافة، وقالت لجوكو انت معاك كورتين خرجهم، فجوكو خرج الكورتين وكانت هتسرقهم منه بس اللصين اللي معاها وقعوا فجأة وعملوا صوت، فجوكو ساب الكورتين مع ياموتشا وجري هو واولونج وبورا وراهم، وشوية وجت بولما وشافت ياموتشا واقف مع هاسكي وافتكرته بيخونها فاتضايقت منه وضربته، وهاسكي استغلت الفرصة وخدت منه الكورتين وقالت له انا حطيت قنبلة في مدينة الالعاب وهتنفجر بعد 6 دقايق، ومشيت هاسكي، ولما رجع جوكو ياموتشا قال له روح بسرعة وراها وخد منها المفجر بتاع القنبلة ودمره، فجوكو طلع وراها بالكنتون وقبل القنبلة ما تنفجر هاسكي خبطت بطيارتها، فجوكو مسكها بعصايته عشان ما تقعش وخد منها المفجر وكسره والقنبلة ما انفجرتش، وبعد كده خد منها الكورتين ومشي ورجع عند بيت بولما ولقى اصحابه وهم واقفين، بولما خرجت ضربت ياموتشا وقالت له انا بكرهك وهروح ادور مع جوكو على كرات التنين.
وقائد جيش الوشاح كان بيتابعهم وكان عايز ياخد من جوكو الكورتين اللي معاه. ولما عرف انهم بيقربوا لكرة كمان في قاع المحيط كلم جنرال اسمه بلو عشان يتصدى لجوكو. فالجنرال بلو بعت طيارتين لجوكو وشوية ووصل جوكو وبولما عند مكان الكرة اللي في قاع المحيط. ولما نزلوا على جزيرة جنب المحيط بولما رجعت لحجمها الطبيعي واكتشفت انها غلطت، وبدل ما تجيب حقيبة الكبسولات بتاعتها جابت حقيبة ابوها اللي فيها كبسولة واحدة وما تعرفش هي بتاعت ايه. فقالت لجوكو احنا محتاجين نشتري كبسولات. فجوكو قال لها انا هغوص في المحيط واحاول ادور على الكورة وانتي خليكي هنا. وفعلا جوكو غاص بس لقى المحيط عميق فخرج تاني. وفي نفس الوقت ده وصلوا الطيارتين بتوع جيش الوشاح اللي الجنرال بلو بعتهم، وبدأوا يهجموا على بولما لانهم كانوا فاكرينها جوكو. وبولما قعدت تهرب وما كانتش عارفة مين دول لحد ما جوكو جه وضرب الطيار الاول ووقعه، ومدد عصايته وضرب طيارة التاني ووقعه هو كمان. وقال لبولما بيت روشي قريب من هنا تعالي نروح له واكيد هنلاقي عنده كبسولات او غواصة ننزل بيها المحيط وندور على الكورة. وفعلا راحوا لروشي بالكنتون وسلموا عليه. وروشي شاف بولما وهي مصغرة نفسها وسألوه انت عندك غواصة ولا لا؟ فقال لهم عندي غواصة طائرة بس هي دلوقتي مع كوريرين ورانش عشان بيجيبوا حاجات من السوق، استنوهم هنا لحد ما يجوا. بس انا عندي شرط عشان اديكوا الغواصة، انا عايز اداة التصغير اللي مع بولما. فبولما اديتها له. وكوريرين ورانش في الوقت ده كانوا فعلا في السوق، وهناك رانش عطست واتحولت لشخصيتها الشريرة وضربت كل اللي في السوق. وشوية وعطست تاني ورجعت لطبيعتها الطيبة. ورجعت هي وكوريرين بالغواصة لبيت روشي وسلموا على جوكو. وكوريرين عارف ان جوكو بيدور على كرة تنين في قاع المحيط اللي عندهم، فقال له مكان الكرة ده هو نفس مكان كنز القراصنة. فبولما قالت ايه كنز القراصنة ده؟ فروشي قال لها زمان كان في قراصنة بيسرقوا السفن وقبل ما يموتوا خبوا كنزهم في المحيط. فكوريرين قال لروشي انا هروح معاهم عشان الاقي الكنز. فروشي قال له روح. ومشي كوريرين مع جوكو وبولما وسابوا كرتين التنين اللي مع جوكو عند روشي. بس في طريقهم في واحد من جيش الوشاح الاحمر شافهم وبلغ الجنرال بلو بمكانهم ومكان روشي. فبلو قال اكيد الراجل العجوز ده هو اللي اخترع رادار التنين الدقيق اللي مع الولد الصغير. وشوية وجت معلومات من القيادة لبلو ان كورتين جوكو في بيت روشي. فبلو قسم جيشه لمجموعتين وخلى المجموعة الاولى تروح لبيت روشي عشان يجيبوا الكورتين، وخد هو مجموعة في غواصة وراح بيها ورا جوكو وكوريرين وبولما. والتلاتة كانوا نزلوا بغواصتهم لقاع المحيط عشان يلاقوا الكرة الجديدة. ولقوا في قاع المحيط شرخ بيودي الكهف. وبولما عرفت من رادار التنين ان الكرة في الكهف ده. بس قبل ما يدخلوا الكهف بلو كان جه وراهم بغواصته وخلى جنوده يضربوا عليهم صواريخ. وجوكو قال لبولما وكوريرين اللي بيضربونا دول جيش الوشاح الاحمر. فبولما قالت له يا غبي ما قلتلناش قبل كده ليه ان في حد بيلحق؟ وكوريرين قال جيش الوشاح الاحمر دول اقوى واسوأ جيش في العالم. ودخل كوريرين بالغواصة للكهف وهرب. والكهف كان ضيق وغواصة بلو كانت كبيرة وما كانش عارف يلاحقهم. فخرج من الغواصة الكبيرة غواصتين صغيرين عشان يعرف يلاحقهم في الكهف. وفي نفس الوقت ده وصلت المجموعة التانية بتاعت جيش الوشاح الأحمر عند روشي ورفعوا أسلحتهم عليه هو ورانش. وواحد من الجنود قال لروشي انت اللي صنعت رادار التنين اللي مع الولد الصغير، عايزينك تصنع لنا واحد وكمان عايزين الكورتين اللي الولد الصغير سابهم عندك، اعمل اللي بنقوله لك يا اما هنقتلك. فروشي قال لهم انا ما صنعتش حاجة وهجم عليهم وقعد يضرب فيهم واحد واحد. ولما جندي ضرب عليه رصاص مسك الرصاص ورماه وراح ضرب الجندي. بس في جندي مسك رانش وهدد روشي بيها، فالسلحفة بتاعت روشي جات ولمست انف رانش عشان تعطس. وفعلا رانش عطست وتحولت لشخصيتها الشريرة وضربت الجندي اللي ماسكها. وقضت هي وروشي على المجموعة التانية بتاعت بلو. وكان لسه بلو بمجموعته الأولى بيلاحق جوكو وكوريرين وبولما في الكهف. وكوريرين وهو بيهرب لقى قدامه يابسة في الكهف، فنزل هو وجوكو وبولما من الغواصة وجريوا على اليابسة. وبلو وجنوده نزلوا وراهم بس جاله خبر ان مجموعته التانية اتقضى عليهم، فبدأ يمشي ورا جوكو وكوريرين وبولما بحذر. والكهف كان ضلمة لحد
لحد ما جوكو لقى زر أول ما داس عليه في مصابيح اشتعلت وبقى في الكهف نور. فبولما قالت الكهف ده في حد جاله قبلنا. فكوريرين قال أكيد ده المكان اللي فيه كنز القراصنة، والقراصنة هم اللي جم قبلنا، بس كان في جندي بيسمعهم وبلغ بلو إن في كنز في المكان. فبلو كمل وراهم بحذر ووصل جوكو وكوريرين وبولما عند ممر منور فيه دواير كتير على الأرض. ولما كوريرين داس على دايرة منهم طلع فخ وخرج سهم من الجنب عليه، بس لأن كوريرين قصير ما اتصابش. وجوكو قال احنا لازم نعدي الممر ده من غير ما ندوس على الدواير، مفيش حل غير اننا نقفز. وفعلا جري جوكو وقفز وعدى من غير ما يلمس الدواير، وكوريرين عمل زيه وعدى، بس بولما ما عرفتش تقفز. فجوكو مدد عصايته وبولما مسكت فيها، وبعد كده قلص العصاية وسحبها لحد ما عدوا من فخ الأسهم وكملوا. وبلو وجنوده ما كانوش لسه وصلوا عند الفخ، وأول ما جم كل الجنود داسوا على الدواير واتصابوا بالأسهم. فبلو عرف إنه فخ وقال أكيد في ممر سري أقدر أعدي منه، وفعلا لقى زر بيفتح ممر سري فدخلوا. ومشي شوية ولقى بحيرة، وأول ما عدى منها طلعت فخ وفيها ثعبان صاعق، وصعق بلو، بس بلو بعد كده قدر يمسكه وقضى عليه وكمل. وجوكو وكوريرين وبولما كانوا لسه في ممرهم والممر ضل. ولما مشيوا فجأة الأرض اتكسرت وطلع فخ بيوقع على حمم، وكانوا هيقعوا في الحمم فمسكوا في بعض. وجوكو مدد عصايته ونزلها في الحمم وطلع بيهم، وكملوا طريقهم لحد ما وصلوا لمكان واسع في سفينة ومية المحيط. وبلو هو كمان وصل لنفس المكان وكان مستخبي وبيراقبهم. فكوريرين قال أكيد دي الميناء بتاعة القراصنة، وكل دي كانت فخاخ القراصنة عاملينها عشان محدش يلاقي الكنز بتاعهم. بس وهم بيتكلموا ظهر آلي بيحرس المكان وبدأ يهجم عليهم. فجوكو حماهم والآلي فضل يهجم وجري وراهم وقعد يضرب عليهم رصاص فتفادوه. وجوكو وكوريرين اتعاونوا وهجموا عليه وبدأوا يضربوه من ورا ومن قدام، بس ضرباتهم ما أثرتش فيه والآلي بدأ يلاحق جوكو بالرصاص. وبولما وكوريرين ما كانوش عارفين يعملوا ايه لحد ما شافوا مدفع في المكان، فراحوا عند المدفع ووجهوه ناحية الآلي وضربوا عليه، بس برضه ما قدروش يسيبوه والآلي جالهم فجريوا منه. وبولما لقت عربية ركبتها وخلتها تروح على الآلي ونطت منها، والعربية خدت الآلي ووقعت بيه في المية وافتكروا انهم خلصوا منه، بس الآلي بديله خد جوكو في المية وصعقه. فجوكو طلع بسرعة، ولما طلع وقعت عليه صخور من المكان والآلي طلع بعده وبدأ يجري ورا بولما وكوريرين، وفضلوا يجروا منه وطلعوا سلالم لحد ما دخلوا غرفة لقوا فيها شاشات بتعرض كل حاجة بتحصل في المكان، وعرفوا ان الغرفة دي غرفة التحكم الأمني بتاعة المكان كله. والآلي دخل لهم، فبولما صرخت وجوكو سمعها وقام من تحت الصخور ومدد عصايته وخدها هي وكوريرين وهربهم ووقف هو فوق. ولما شاف الآلي خارج نزل عليه من فوق بتقنية جانكن بتاعته وقضى عليه وانفجر الآلي، وبدأ بعدها الكهف يتصدع من الانفجار وينهار. وبولما قالت لكوريرين لازم نلاقي الكرة والكنز بسرعة، وجريوا ولقوا طريق متفرع لممرين، فخدوا الممر اليمين وبلو كان وراهم ورسم لجوكو سهم شمال. وفعلا جوكو لما جه شاف السهم وخد الممر الشمال لوحده وقعد يجري فيه كتير وينادي على بولما وكوريرين لحد ما لقى طريق مسدود، والأرض فجأة اتفتحت ووقع جوكو على أخطبوط، والأخطبوط قال له أنا هاكلك دلوقتي، وبدأ يهجم عليه بالأيادي بتاعته وضربه في راسه ومسكه عشان ياكله. فجوكو ضربه بالكاميهاميها وقضى عليه. وفي آخر الممر اليمين بولما وكوريرين لقوا بئر فنزلوا غصوا فيه، وبلو نزل وراهم من غير ما يشوفوه، وبعد سباحة كتيرة لقوا مخرج فطلعوا منه ولقوا 3 صناديق. وكوريرين قال أكيد ده الكنز، بس كان في تمثال كبير عند الصناديق ماسك سيوف وبدأ يحدف السيوف على كوريرين. فكوريرين مسك سيف منهم وصد الباقي، وراح بعد كده فتح أول صندوق وطلع فخ وخرجت منه دمية ضربت عليه رصاص فتفاداه. وراح هو وبولما فتحوا الصندوق التاني ولقوا فيه مفتاح حطوه في التمثال، فالتمثال بدأ ينزل الكنز من فمه. وبولما وكوريرين فرحوا، فجبلوا من وراهم وقال لهم أنا هاخد الكنز ده، ودخل في قتال مع كوريرين وضربه. وبولما صرخ، وجوكو هو عند الأخطبوط سمعها فغص في المية عشان يروح لهم، وكوريرين كان واقف
واقف قدام بلو مش عارف يعمل ايه، فاستخدم تقنية زانزوكان وضرب بلو وخلاه ينزف. فبلو اتضايق وقعد يضرب في كوريرين ضربات كتيرة وكان هيقتله، لحد ما جوكو طلع من المية عندهم ووقف بلو قبل ما يقتل كوريرين، ودخل في قتال معاه وبلو ضربه برجله وحاول يكمل بس جوكو كان بيتفاداه، وبعد كده ضربه برجله في وشه ونط وضربه تاني في راسه، وقام بلو متضايق وخرجت منه هالة. ولما جوكو بص في عينه ما بقاش قادر يتحرك، وبلو قال له ايه اللي حصل لك ده؟ بسبب قوتي النفسية. وقعد بلو بعد كده يضرب فيه بس خلاص الكهف كان بينهار كله، وبلو خرج كبسولة اتحولت لبندقية وقال لازم اقتلكوا واخد الكورة واخرج من هنا. وفجأة وهو بيتكلم ظهر فار، ولأن بلو عنده فوبيا من الفيران خاف وبعد، وتأثير قوته النفسية راح من عند جوكو وقدر يتحرك، وقام ضربه بالجانكن ووقعه، وقال لبولما وكوريرين مش هنلحق ناخد الكنز، قولوا لي كرة التنين فين؟ فبولما قالت له في قاع البركة دي، فقال لهم اهربوا انتوا بسرعة وانا هجيبها وهحصلكوا. وفعلا هربوا وهم بيجروا من الصخور اللي بتقع عليهم، وصلوا تاني عند مكان السفينة ولقوا طريق الخروج اتقفل بالحطام، بس لقوا غواصة جنب السفينة فركبوها. وجوكو كان لسه في البركة ونزل للقاع بتاعها ولقى الكورة في فم جمجمة فخدها وطلع بسرعة وخد الفار اللي أنقذه من بلو وجري عشان يلحق بولما وكوريرين. والمكان كان بينهار بشكل سريع، فبولما قالت لكوريرين احنا لازم نتحرك بالغواصة مش هينفع نستنى جوكو. وبدأت بولما تتحرك بالغواصة، ووصل جوكو في اللحظة الأخيرة وركب معاهم ونزلوا في مية المحيط عشان يخرجوا من الكهف، والحطام كان بينزل على الغواصة لحد ما فجأة الوقود نفذ منهم والغواصة وقفت. فجوكو قال لهم أنا هتصرف، واستخدم الكاميهاميها ودفع الغواصة بالقوة لحد ما قدروا يخرجوا من المحيط. ونده جوكو على الكنتون وخدتهم ومشيت، بس بلو هو كمان كان قادر يخرج من الحطام وطلع على سطح المحيط وبدأ يعوم. وجوكو وبولما وكوريرين قعدوا في مكان على اليابسة، وبالصدفة المكان ده كان القاعدة العسكرية بتاع وحدة بلو، وهم ما كانوش يعرفوا. بولما قالت لهم أنا جبت ماسة من الكنز، فجوكو قال لها وأنا جبت الكورة بس طلعت رقم 3 مش رقم 4 بتاعت جدي جوهان. ودخلوا هما التلاتة بعد كده القاعدة بتاعت بلو ولقوا قائد جيش الوشاح بيراسلهم، وما كانش يعرف مين اللي بيكلمه. وقال لجوكو أنا قائد جيش الوشاح الأحمر واسمي ريد، أنت مين؟ بس جوكو مرضاش يرد عليه، وخدوا هما التلاتة طيارة من طيارات جيش الوشاح. بولما وكوريرين ركبوها وجوكو طار معاهم بالكنتون، بس كان في جندي من جيش الوشاح مستخبي وشاف اللي حصل، ولما بلو جه حكى له كل حاجة. فبلو قتل الجندي لأنه سابهم يمشوا وخد طيارة وطار وراهم، ووصل جوكو وبولما وكوريرين عند روشي، وبولما ادته الماسة وقالت له دي تعويض عن غواصتك اللي سبناها في الكهف. وفجأة طلعت رانش بشخصيتها الشريرة بعد ما عطست وخدت منهم الماسة وخدت الطيارة ومشيت. وشوية وجيب له عندهم وراقبهم، وكان معاه حبال واستخدم قوته النفسية وخلى الحبال تتحرك وتربطهم، ودخل هو خد التلات كرات اللي مع جوكو وحط لهم قنبلة وقال لهم القنبلة دي هتنفجر بعد 5 دقايق. ومشي بلو بطيارته، وقعدوا الأربعة مرعوبين لحد ما رانش رجعت تاني بعد ما عطست واتحولت لشخصيتها الطيبة، وكان فاضل 10 ثواني والقنبلة تنفجر. فرانش فكت جوكو، وجوكو مسك القنبلة ورماها بسرعة وانفجرت في السماء، وخد بعد كده الكنتون وطلع ورا بلو وبدأ يلاحقه. فبلو زود سرعة طيارته للسرعة القصوى، فجوكو زود سرعة الكنتون وكمل وراه، ودخلوا هما الاتنين منطقة ريفية اسمها قرية البطريق، وهناك بلو خلى جوكو وراه وطفى محرك الطيارة وشغله فجأة، فجوكو وقع، بس بلو هو كمان خبط في جبل وطيارته انفجرت. فخد الكرات ومشي ولقى في طريقه واحد معاه عربية فنزله وخدها منه، وعرف ان في واحد في القرية عنده طيارة اسمه سيمبي، فمشي بالعربية عشان يروح له وياخد منه الطيارة. وجوكو بعد ما وقع لقى نفسه قدام بنت وقالت له انا اسمي ارالي، ودول التوأمين الطائرين واسمهم جا. فجوكو سابها وطار بالكنتون عشان يدور على بلو، ولما راح عند الطيارة ملاهوش، وجات له هناك ارالي وقالت له انت بتعمل ايه هنا؟ فقال لها انا بدور على راجل شرير
الشرير. فأرالي قالت له أنا هاجي أدور معاك، وركبت معاه الكنتون هي والتوأمينجا، والكنتو شالتهم لأنهم طيبين. وفي طريقهم أرالي شافت اتنين من القرية تعرفهم، وقالت لجوكو يقف عندهم، وقالت له دي اسمها أكاني وده الشرطي تارو. وجوكو سلم عليهم وجربوا يركبوا الكنتون بس وقعوا لأنهم مش طيبين. وأول ما جوكو قال لتارو إنه بيدور على واحد من جيش الوشاح الأحمر، تارو خاف وخد اتنين شرطيين وعربية الشرطة بسرعة عشان يلاقي بلو هو كمان. وفعلا في طريقه لقى بلو واقف بعد ما العربية اللي خدها عطلت، فنزل له هو والشرطيين. بس بلو خد مسدساتهم وضربهم بسهولة وخد عربية الشرطة بتاعتهم ومشي. وشوية وجا عند تارو جوكو هو وأرالي، ولما جوكو عرف اللي حصل انطلق بالكنتون لوحده وملاش بلو لأنه كان مستخبي منه. وأرالي جريت عشان تلحق جوكو، فلما بلو ظهر أرالي اصطدمت في العربية اللي راكبها، والاصطدام ده كسر العربية ووقع بلو. وجم التوأمينجا وكلوا حديد العربية، وبلو ما كانش مصدق ان في حد يقدر يعمل كده، وقال اكيد دول مش بشر، وقام كمل طريقه ماشي. وأرالي ما كانتش تعرف ان ده الشخص اللي جوكو بيدور عليه، فسابته يمشي وراحت بعد كده عند جوكو. وجوكو قال بلو مع كرات التنين، انا لو استخدمت رادار التنين هعرف مكانه، وازاي ما جاتليش الفكرة دي من بدري. وجوكو جرب الرادار بس كان بايظ، فزعل وقال كده الرادار لازم يتصلح. فأرالي قالت له الدكتور بيقدر يصلح اي حاجة، وخدته عند واحد في القرية بيقولوا له الدكتور. والدكتور ده طلع سيمبي الشخص اللي بلو رايح له عشان ياخد طيارته. وجوكو سلم عليه هو ومراته اللي اسمها ميدوري وابنهم اللي اسمه تيربو. بس سيمبي اول ما مسك الرادار حس انه معقد وفوق امكانياته وما قدرش يصلحه، لحد ما ابنه تيربو صلحه بسهولة واشتغل الرادار. وجاب له عند سيمبي عشان ياخد الطيارة. ولما جوكو بص في الرادار عرف ان بلو موجود قريب منهم، فبدأ يلحقه في بيت سيمبي لحد ما لقاه مستخبي في التلاجة. وبلو مسك أرالي بسكينة عشان يبعد جوكو، وبص لجوكو بعد كده بقوته النفسية وشل حركته وخد منه رادار التنين وحط الكرات في الطيارة عشان يمشي. بس قبل ما يمشي راح ضرب جوكو وقطع شجرة عشان يقتله. فسيمبي قال لأرالي العبي مع الراجل ده لعبة المصارعة. فأرالي جريت بسرعة وضربت بلو وطيرته، وجريت تاني ونطت لفوق وضربته براسها وبعدته. وتوربو ابن سيمبي شال من جوكو أثر القوة النفسية بتاعت بلو. وجوكو اتحرك وراح خد الكرات من الطيارة، بس رادار التنين كان لسه مع بلو. فتوربو قال له أنا هصنع لك واحد، وفعلا خد أجزاء من الطيارة وصنع له رادار جديد بسهولة. وجوكو بعد كده شكرهم كلهم وخد الكنتون ومشي. وبكده يبقى خلص أرك الجنرال بلو من أنمي دراجون بول. はい、間違いありません。よし、すぐに本部に戻ってこい。ちょっと。 ولو حابب تتواصل معانا فاحنا عملنا بيدج جديدة على الفيسبوك، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو. اعمل لها فولو لو عايز يوصلك كل جديد عن القناة. في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة.